السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ يا رب تكونوا بأحسن حال يا رب وماشيين كويس في المراجعة. ركز بقى معايا مع بداية الامتحان التاني. فأول سؤال هنا في الامتحان التاني بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن واحد وأوميجا سكوير دول الكيوبيك روتس أوف 1، الكيوبيك روتس أوف يونيتي يعني. فهو عايز يعرف أن لو مسكت الأوميجا والأوميجا سكوير والأوميجا باور 3 وال4 وال5 وال6 وال7 لحد أوميجا باور 99 وجمعتهم هيديني كام؟ بص يا صديقي، دايما حضرتك لو عندك 3 أوميجا ورا بعض، 3 اوميجا ورا بعض والباور اللي عليهم كونسيكيوتيف A وB وC، بمعنى البي هي اكبر من الاي ب1 والسي اكبر من البي ب1، زي مين مثلا؟ اوميجا باور 1 بلس اوميجا باور 2 بلس اوميجا باور 3، زي اوميجا باور 10 بلس اوميجا باور 11 بلس اوميجا باور 12. كل ده يا صديقي دايما بيريديوس لحاجه، مجموع اي ثلاثه ورا بعض دايما بزيرو. اشمعنى؟ اصل اوميجا باور 3 دي ب1. فتعالى كده معايا، الشكل ده هو عباره عن ايه؟ اوميجا بلس اوميجا سكوير بلس اوميجا باور 3 اللي هي ب1. وكده كده دول الثلاثه كيوبيك روتس اوف يونيتي، دايما مجموع الكيوبيك روتس اوف يونيتي بزيرو. ده اول قانون في الكيوبيك روتس اوف يونيتي، ان مجموع الثلاثه بكام؟ بزيرو. فلو انا عندي ثلاثه عليهم باور كونسيكيوتيف، باور ورا بعض، وجمعتهم لازم يديني زيرو، بمعنى ان اوميجا باور 1 و2 و3 دول بزيرو، واوميجا باور 4 بلس اوميجا باور 5 بلس اوميجا باور 6 برضه هيبقوا بزيرو، و7 و8 و9 بزيرو، و10 و11 و12 بزيرو، وهكذا. مجموع كل 3 ورا بعض لازم يديني زيرو. طيب انا هنا عندي اوميجا لحد باور 99. طب ما هو كده اصلا انا قعدت اجمع ثلاثات ورا بعض، فبالتالي مش هيتبقى حاجه، كلهم هيكنسلوا بعض. يعني انت اول ثلاثه هيكنسلوا بعض، تاني ثلاثه هيكنسلوا بعض، تالت ثلاثه هيكنسلوا بعض، رابع ثلاثه هيكنسلوا بعض، لحد اخر حبه. ال 99 دي ديفيزبل باي 3 ولا لا؟ ديفيزبل باي 3 هديك 33. خلاص، يبقى لحد اوميجا باور 99 هم عمالين يكنسلوا بعض، فبالتالي مجموعهم كلهم هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو. طيب نيجي مع تاني سؤال عندي، وهو سؤال behavior. بيقول لي ايه؟ بيقول لي the curve of the function دي is convex up convex down امتى؟ لو انت عايز تعرف الفترات بتاعت الكونفكستي، انت دايما لو بتكشف على البيهيفير فانت هتمشي في طريق يا اما الفيرست ديريفاتيف يا اما السكند ديريفاتيف. بس بما اني عايز الكونفكستي يبقى لازم اروح للسكند ديريفاتيف. فانا الاول هروح اجيب السكند ديريفاتيف للفانكشن بتاعتي. هجيب الاول الفيرست ديريفاتيف، الاف داش اوف اكس للفانكشن بتاعتي دي هيبقى 3x سكوير ماينس 18x ماينس 120. ده كده الفيرست ديريفاتيف. واقوم مكمل وجايب كمان السكند ديريفاتيف. السكند ديريفاتيف للفانكشن بتاعتي هيبقى 6x ماينس 18. ده كده السكند ديريفاتيف. واروح اكشف على اشارته. طالما انا عايز الكونفكستي هكشف على اشارته. طب ازاي اكشف على اشارته؟ اساوي السكند ديريفاتيف بكام؟ بزيرو. فمن هنا هتطلع معايا الاكس ب 3. كنت بروح اخد الاكس دي واروح احطها على ايه؟ على خط الاعداد، واعوض برقم قبلها ورقم بعدها. رقم فين؟ او اعوض بالرقم ده فين؟ اعوض في اللي انا سويتها بزيرو. افتكر دايما انك بترجع تعوض في اللي انت سويتها بزيرو. فاروح اجيب الكالكوليتور عشان اعوض. من هنا يا صديقي هنروح نعمل ايه؟ نكتب الفانكشن دي كده كلها زي ما هي على الكالكوليتور. بما اني هعوض بكذا رقم، دي طريقه اسهل للتعويض. هكتبها زي ما هي كده على الكالكوليتور، 6x كاني هعمل شيفت صلب، 6x ماينس 18. حلو؟ ما تكتبش الايكوال زيرو دي، ودوس كالك. هو هنا بيسالك بيقول لك اعوض باكس بكام؟ قول له انا عايز اعوض باكس مثلا بزيرو. اعوض باكس بزيرو، رقم قبل ال3 فيديني نيجاتيف 18. يبقى الفتره دي كلها كده ايه؟ نيجاتيف. ثم اعوض برقم تاني، فادوس كالك زي ما هي كده. اقعد برقم بعد ال3 اقول له 5 مثلا، اقول له ايكوال، هيديني بوزيتيف 12. يبقى الفتره دي كده كلها ايه؟ بوزيتيف. وبما ان ده خط السكند ديريفاتيف، يبقى النيجاتيف فيه كونفكس اب والبوزيتيف فيه كونفكس داون. هو عايز مين؟ الكونفكس داون انترفال. يبقى الكونفكس داون حبيبي من كام لكام؟ من 3 لانفينيتي وكله اوبن. يبقى الانسر بتاعتك سي على طول. طيب في كويستشن 3 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انا عندي فيكتور اسمه A وفيكتور تاني اسمه B وفيكتور تالت اسمه C، وقال لي حاجه مهمه جدا. قال لي ان الاي فيكتور بارالل للبي فيكتور. يبقى على طول كده طالما انا عرفت ان هما بارالل، طالما عندي تو فيكتورز ار بارالل، يبقى انا عندي حاجه من الاثنين. يا اما اقول ان الكروس برودكت بتاعهم بزيرو، ان الاي كروس البي ايكوال زيرو، او اقول ان الريشيو ما بينهم كونستانت. بمعنى انا لو قسمت الفيكتور A على الفيكتور B
كاكس وواي وزد لازم يساوي ريشيو ثابته كونستانت. فده اللي هعمله دايما، ده دايما اللي بستخدمه في الايه، في البارل. هروح اقسم التو فيكتورز على بعض فيديني كونستانت. فهقسم الاكس على اكس 5 اوفر كي ايكوال الواي على الواي 2 اوفر 6 ايكوال الزد على الزد 3 اوفر ام. من هنا ممكن اخد الريشيو دول مع بعض، اقدر اجيب قيمه الكي، يبقى 5 اوفر كي ايكوال 2 اوفر 6 اللي هي 1 اوفر 3. هعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى الكي من هنا هتطلع ب 15. ونفس الكلام اخد برضو الريشيو دي مع دي فيبقى 2 اوفر 6 ايكوال 3 اوفر ام. فهعمل برضو كروس مالتيبليكيشن من هنا الام هتطلع ب 9. حلو. طيب يبقى انا معايا الكي ومعايا الام. هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انا عندي فيكتور ثالث اسمه سي. الفيكتور ده هو عباره عن كي في الاكس، كي في الاكس وانا عرفت الكي، يعني هو عباره عن 15 في الاكس، ده الفيكتور سي كده، و ام في الواي، ام في الواي يعني 9 في الواي، وكي بلس ام في الزد، كي بلس ام يعني 15 بلس 9 يعني كام؟ يعني 24 في الزد. حلو، ده كده الفيكتور سي. هو بقى مش عايز الفيكتور سي، هو عايز النورم بتاع الفيكتور سي. لما اعمل لك العصايتين دي اقصد كده ان انا عايز النورم. ونورم اي فيكتور في الدنيا على طول هو ايه؟ بايثاغورس للفيكتور. اروح احسب له بايثاغورس، يبقى روت 15 سكوير بلس 9 سكوير بلس 24 اول سكوير. نحسب الكلام ده على الكالكوليتر. روت مين؟ على طول بايثاغورس للكلام ده 15 سكوير بلس 9 سكوير بلس 24 اول سكوير يديني 21 روت 2. يبقى الانسر بتاعتي ب 21 روت 2. طيب في question نمبر 4 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انا عندي الفانكشن دي هي عباره عن x في y باور 2 بلس 2xy equal 8. دي فانكشن واضح قوي انها implicit، سؤال لا يخلو من امتحان ثانويه عامه. سؤال الامبليسيت مفيش امتحان ثانويه عامه ما بيجيش فيه ديريفاتيف لامبليسيت فانكشن، فلازم تركز معايا كويس قوي وتشوف الستبس وانا بحل. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايز الفاليو اوف ذا سلوب اوف تانجنت. السلوب اوف تانجنت يعني انا عايز قيمه الواي داش. سلوب اوف تانجنت دايما هو قيمه الواي داش عند مين؟ عند النقطه الاكس فيها ب1 والواي بكام؟ ب2. يبقى انا عشان اجيب الكلام ده لازم اروح اجيب له الفيرست ديريفاتيف للفانكشن بتاعتي دي. بس خلي بالك الفانكشن بتاعتك امبليسيت، فكل مره هتعمل فيها ديريفاتيف للواي انت هنا هتجيب الواي داش. الواي داش حبيبي هو مين؟ الواي داش هو الدي واي دي اكس. ماشي؟ فالسلوب اوف تانجنت هو الدي واي دي اكس او الواي داش او الاف داش اوف اكس. حلو؟ كل مره هتعمل فيها ديريفاتيف للواي هتعمل ديريفاتيف عادي، بس ما تنساش تحط ايه؟ تحط دي واي دي اكس، لان انت بتعمل ديريفاتيف وذ ريسبكت للاكس. فركز كده معايا. الجزء الاولاني ده لما اجي اعمل له ديريفاتيف ده برودكت اوف تو فانكشنز، يبقى براكت براكت بلس براكت براكت. يبقى انزل الاول زي ما هو اكس في ديريفاتيف الثاني، ديريفاتيف الواي باور 2 هو 2 واي دي واي دي اكس، ما تنساش، ها خلي بالك. بلس الثاني بقى زي ما هو اللي هو الواي باور 2 في ديريفاتيف الاولاني اللي هو 1. كده انا عملت ديريفاتيف للجزء ده. فاضل مين؟ ديريفاتيف للجزء ده، بس ده برضه برودكت اوف تو فانكشنز، يبقى بلس. امسح كده عشان نيجي للاخر. برضه دول حاجتين مضروبين في بعض، يبقى برضه براكت براكت بلس براكت براكت، براكت براكت بلس براكت براكت. طيب هعتبر ال 2x ده كده كله هو الاول والواي هو الثاني، فهنزل الاول زي ما هو اللي هو 2x في الديريفاتيف الثاني، ديريفاتيف الواي هو دي واي دي اكس، بلس الثاني بقى زي ما هو اللي هو الواي في الديريفاتيف الاولاني اللي هو 2. ال 2x الديريفاتيف بتاعه 2 ايكوال، ما تنساش تعمل ديريفاتيف شمال والديريفاتيف كمان يمين، فديريفاتيف ال 8 بزيرو، محدش يقول لي ان كل الكلام ده بيساوي 8. جميل جميل. هو بقى عايز قيمه مين؟ قيمه الواي داش المجهول ده عند الاكس ب1 والواي ب2. خلاص طالما عملت ديريفاتيف يبقى نعوض. اعوض بعد ما تعمل ديريفاتيف. تعال نعوض. هنعوض عن الاكس ب1 والواي ب2، يبقى 1 ملتبلاي 2 في 2 يبقى دي 4 دي واي دي اكس، بلس 2 سكوير ب 4 في 1 يبقى بلس 4، بلس 2 في 1 ب 2 يبقى 2 دي واي دي اكس، بلس 2 في 2 ب 4. كل ده بيساوي كام؟ 0. طيب عندك 4 دي واي دي اكس و2 دي واي دي اكس يبقى 6 دي واي دي اكس. 4 و4 يبقى بلس 8. كل ده بيساوي كام؟ 0. فمن هنا نجيب قيمة الدي واي دي اكس، تطلع الدي واي دي اكس بكام؟ بنيجاتيف 8 اوفر 6 يعني نيجاتيف 4 اوفر 3. يبقى
الانسر بتاعتك دي، او كان ممكن اعمل شيفت سولف اصلا من هنا على طول بعد ما عرفت قيمه الاكس وعرفت قيمه الواي. يبقى كده يا صديقي دايما لما اطلب منك السلوب اوف تانجنت هو قيمه الدي واي دي اكس، لكن خلي بالك من حاجه، انا ممكن في سؤال اخر اطلب منك السلوب اوف نورمال. السلوب اوف نورمال يا صديقي هو الدي واي دي اكس، بس هقلبه واعكس اشارته واضربه في نيجاتيف. يعني لو انا هنا عايز السلوب اوف نورمال كنت هقول لك ان هو بوزيتيف 3/4، ده بتاع النورمال، لكن ده بتاع التانجنت، فخطواتهم هما الاثنين ثابته وواحده زي بعض، بس لو هو طلب النورمال هقلب واغير الاشاره. طيب ركز معايا بقى في سؤال 5 هنا، بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي 1 plus 5x plus 5c2x square plus لحد x باور 5، كل ده بيساوي 2 4 3. طيب سؤال زي ده انا حله ازاي؟ هو واضح قوي ان دي فكة باينوميال ثيرم، بمعنى انا يا صديقي لو عندي براكت جواه a plus b all power n، باينوميال جنرال يعني ترم اول وترم تاني وall power a n، فدايما التي 1 انا كنت قلتها لك في الريفيجن، دايما اول ترم في الاكسبانشن دي هيكون بيساوي الاولاني باور n، ودايما التي اللاست ترم هنا دايما هيساوي التاني باور n، ودايما السكند ترم او التي 2 ده هيساوي مين؟ هيساوي الان اللي هو الباور مضروب في التاني مضروب في الاولاني باور n ماينس 1. ده ثابت لاي اكسبانشن، اي اكسبانشن. التي 1 هو دايما الاولاني باور n. طب ما انا عندي التي 1 هنا ب1، اول ترم هنا في الفكه كان ب1، ال1 دي هي عباره عن الاولاني باور n، وكده كده 1 لما احطها باور اي حاجه هيديني 1، فمن الاخر كأن الاولاني في الاكسبانشن هو 1. طيب التي اللاست ترم هو x باور 5، ما هو اللاست ترم ده هنا عندي في الاكسبانشن هو b باور n، هو التاني باور n، فمن الاخر انا من هنا ممكن اقدر اقول ان البي او التاني هو الاكس، وان الان او الباور اللي على البراكت بكام؟ ب5. بس خلي بالك مين اللي ياكد لي؟ السكند ترم. السكند ترم دايما هتلاقيه الان اللي انا قلت انها ب5 مضروب في التاني اللي انا قلت ان هو اكس مضروب في الاولاني باور n-1 يعني مضروب في 1 باور ايه n-1 يعني باور 5 - 1، وكده كده 1 باور اي حاجه ب1. هل ده فعلا التاني؟ واللي ياكد لي كمان ان الn ب5 ان انا بقول دايما NCR، وهو يقول لي ايه؟ 5C2، ده الترم الثالث، ففعلا الn بكام؟ الn ب5، يبقى الn ب5 والتاني بx والاولاني ب1، يبقى انا شكل الاكسبانشن بتاعتي هي عباره عن 1 اللي هو الاولاني بلس الثاني اللي هو x اول باور كام؟ اول باور 5. يبقى الكلام ده كله اللي هو جايبه لي ما هو الا فكه براكت باور 5، فكه اكسبانشن براكت باور 5. فانا هشيل الكلام ده استغنى عنه كله واقول ان هو عباره عن اكسبانشن 1 بلس x اول باور 5. هو قال لي ان كل ده بيساوي كام؟ كل ده بيساوي 2 4 3، كل الكلام ده بيساوي 2 4 3. فانا لو عايز اجيب قيمه الاكس دلوقتي خلاص دي ايكويشن في الايه؟ في الاكس اقدر اجيبها، هودي ال5 هناك روت، يبقى 1 بلس اكس بيساوي مين؟ روت بس روت خامس ل 2 4 3. هنحسب الكلام ده على الكالكوليتر. روت خامس اعمل له كده شيفت روت واعمل ايه؟ شيفت روت واعمل هنا روت خامس وجوه 2 4 3، كل ده بيساوي كام؟ 3. فده معناه ان 1 بلس اكس يا صديقي بكام؟ ب 3، يبقى الاكس من هنا هتساوي 2 على طول. فهو عايز يعرف قيمه الاكس، يبقى الاكس بكام؟ ب 2. طيب ركز معايا بقى في سؤال 6 بدأ الجد يظهر. بيقول لي انا عايز الجريتست فوليوم. اول لما المح كلمه جريتست ماكسيمم مينيمم يبقى ده سؤال ابلكيشنز. سؤال الابلكيشنز ده كنت بجيب العلاقه الاساسيه المين ريليشن اللي هي الحاجه اللي انا عايزها ماكسيمم او مينيمم، اللي هي هنا علاقه الفوليوم، عشان هو عايز الجريتست فوليوم فاللي يبقى المين ريليشن هي علاقه الفوليوم، واعمل لها ديريفاتيف واساوي ديريفاتيفها بكام؟ بزيرو، عشان ده الماكسيمم فاليو بيكون عند اللحظه اللي الديريفاتيف فيها بكام؟ بزيرو. طيب انا عايز الجريتست فوليوم اوفر كيوبويد، يبقى الشكل بتاعي هو شكل كيوبويد. تعالى معانا نفتكر ونتخيل الكيوبويد. طبعا هتلاقي لي دلوقتي انت بيدور في ذهنك هو انا لازم احفظ كل الاريا وكل الفوليوم بتاعت الاشكال؟
الحقيقه يا صديقي انه للاسف. لكن انا هديك برضو حاجه حلوه للفوليوم. بيقول لي ايه؟ بيقول لي الجريتست فوليوم اوف الكيوبويد whose base is square. اول حاجه لازم تخلي بالك منها ان البيز على شكل سكوير، يعني السايدز فيه قد بعض، فانا هسميهم اكس واكس. لكن الهايت مختلف، فانا هسميه ايه؟ هسمي الهايت واي. هو ما قاليش حاجه عن الهايت، وهو قال لي ان هو كيوبويد يبقى الهايت مختلف بواي. قال لي ايه بقى؟ قال لي its total surface area is 150. يعني هو اداني التوتال سيرفيس اريا، يعني الاريا توتال بكام؟ ب 150. ركز كده معايا. اولا انا مش حافظ قانون الفوليوم، ثانيا انا مش حافظ قانون الاريا. قانون الفوليوم يا صديقي بتاع اي شكل هو عباره عن البيز اريا، اريا البيز مضروب في الهايت بتاع الشكل. طيب البيز اريا لازم نروح نشوف البيز هنا، البيز على شكل ايه؟ البيز على شكل ريكتانجل، سوري سكوير كمان. فاريا السكوير هو لينس في ويتس او اكس في اكس، يعني اكس سكوير في مين؟ في الهايت بتاع الايه؟ بتاع الشكل بتاعي اللي هو واي. حلو؟ هي دي المين ريليشن، هي دي العلاقه اللي انا عايزها ماكسيمم او مينيمم اللي هساوي ديريفاتيفها بزيرو. بس المشكله هنا انها معتمده على تو فاريبلز اكس وواي، فلازم اروح ادور على علاقه مساعده، وهو كتر خيره اداني. قال لي التوتال سيرفيس اريا بكام؟ ب 150. مين التوتال سيرفيس اريا دي؟ التوتال سيرفيس اريا دي هي اريا كل وش، كل وش في الكيوبويد، الوش اللي تحت ده والوش اللي فوق، دول اريتين شبه بعض. اريا الوش اللي تحت هي اريا سكوير، يعني اكس في اكس، اكس سكوير، وفوق برضو اكس في اكس، اكس سكوير. فالاريتين دول لما اجمعهم يبقى 2 اكس سكوير. ده اريا اللي فوق واريا اللي تحت. فاضل مين؟ اريا اللي في الجنب ده واللي قصاده برضو، ما دي شبهها. يعني لو رسمت كده الاريا اللي في الوش ده والاريا اللي قصادها الناحيه الثانيه هنا، دول اتنين برضو قد بعض. الطول برضو ده ريكتانجل، الطول اكس والهايت او الارتفاع واي، فبرضو اريا الريكتانجل اكس في واي. بس انت هنا عندك اكس في واي وفي هناك اكس في واي، يبقى برضو بلس 2 اكس واي. بلس فاضل مين؟ فاضل ايه اللي في الوش هنا، اللي هو في الوش هنا واللي قصادها، برضو الطول اكس والارتفاع واي، فهيبقى برضو دي ودي 2 اكس واي. دي كده التوتال اريا. فلو انا عايز التوتال اريا يا صديقي هتبقى 2 اكس سكوير بلس 2 اكس واي و2 اكس واي، يعني 4 اكس واي. هو قال لي التوتال اريا دي بكام؟ ب 150. حلو؟ انا كده معايا علاقه تربط الاكس بالواي، ودي العلاقه الاساسيه اللي هعمل لها ديريفاتيف. اما دي العلاقه اللي انا هعمل بيها سبستيتيوشن، يا اجيب الاكس لوحدها يا اجيب الواي لوحدها. بس هنا طبعا هجيب الواي لوحدها لانه اسهل. فاولا هخلص من 2 اكس سكوير اوديهم الناحيه الثانيه، فيبقى 4 اكس في واي بيساوي مين؟ بيساوي 150 ماينس 2 اكس سكوير. واخلص من ال 4 اكس اوديها هناك بالديفايدد، يبقى الواي في اي لحظه هي عباره عن 150 ماينس 2 اكس سكوير اوفر 4 اكس. حلو؟ حلو الكلام ده. هروح انا بقى للمين ريليشن اعوض فيها بالكلام ده. يلا بينا. المين ريليشن اصلا ان الفوليوم هو عباره عن اكس سكوير في واي، فانا هشيل الواي دي واحط مين؟ احط اللي بيساويه. يبقى دلوقتي علاقه الفوليوم هي عباره عن اكس سكوير في مين؟ في 150 ماينس 2 اكس سكوير على 4 اكس. ماشي؟ قبل ما نعمل ديريفاتيف للشكل الحقير ده تعالى نبسطه شويه. عندك اكس باور 2 وتحت فيه 4 اكس، هتلاقي الباور 2 طالع مع الاكس اللي تحت. حلو؟ حلو. وطلع ال4 دي بره كانها ايه؟ كانها 1 اوفر 4، وفي هنا يتبقى لك اكس، ويتبقى لك جوه كام؟ 150 ناقص 2 اكس سكوير. بعد كده هندخل ال 1 اوفر 4 اكس تتضرب هنا وهنا تتوزع. يلا يا باشا. يبقى دلوقتي يا صديقي الفوليوم هيساوي 1 اوفر 4 اكس في 150، هنضرب 1 اوفر 4 في 150 بكام؟ 1 اوفر 4 في 150 يديني 75 اوفر 2. 75 اوفر 2 اكس بقى ماينس، هدخل ال 1 اوفر 4 اكس تتضرب في ال 2 اكس سكوير، 1 اوفر 4 في ال 2 يتبقى 1 اوفر 2 اكس في اكس سكوير يتبقى اكس بار 3. يبقى هي دي علاقه الفوليوم جاهزه وجميله. هو بقى عايز ايه؟ عايز الفوليوم از تو بي ماكسيمم. عشان الفوليوم يبقى ماكسيمم يبقى لازم في اللحظه دي يكون الديريفاتيف بتاع الفوليوم بكام؟ بزيرو. فانا هعمل الديريفاتيف وذ ريسبكت للاكس، ديريفاتيف للفوليوم وذ ريسبكت للاكس واساويه بزيرو. 75 اوفر 2 اكس الديريفاتيف بتاعها ب 75 اوفر 2، هاخد الكوفيشنت ماينس، هنزل ال 3 تتضرب في 2 يبقى 3 اوفر 2، تتضرب في الهاف يعني يبقى 3 اوفر 2 اكس بار 2. كل ده بكام؟ كل ده بزيرو. من هنا دي ايكويشن سكند ديجري، هروح احلها على كالكوليتر مود 5 3 عشان اجيب قيمه الاكس،
وادخل الكوفيشنت نيجاتيف 3 اوفر 2 و0 و75 اوفر 2. هيطلع لي قيم الاكس بكام؟ هيطلع لي قيمه الاكس الاولى بكام؟ ب 5 وقيمه الاكس الثانيه بنيجاتيف 5. وطبعا ده ريفيوزد لان الاكس هنا بتعبر عن طول ومفيش طول بالنيجاتيف. يبقى الاكس بتاعتي بكام؟ ب 5. لكن في حاجه لازم اتاكد من الشرط ده عشان لو السؤال اساي قال لي انا عايز الجريتست فوليوم، يعني انا عايزه يبقى ماكسيمم. دايما عند اللحظه اللي هو فيها ماكسيمم لازم اشاره السكند ديريفاتيف، لازم السكند ديريفاتيف تبقى اشارته ايه؟ تبقى اشارته نيجاتيف عند الماكسيمم. فاروح اجيب السكند ديريفاتيف عشان اتشيك لما اقعد فيه في الاكس ده. هجيب السكند ديريفاتيف من هنا هيساوي مين؟ ده الديريفاتيف بتاعه 0 وهتنزل ال 2 هنا تتضرب تبقى نيجاتيف 3 اكس. اقعد فيه بالاكس ب 5 يبقى نيجاتيف 15. اشارته ايه؟ اشارته نيجاتيف. يبقى سنس ان دي 2 في دي اكس 2 less than 0 نيجاتيف يبقى ات اكس ب 5 دي كده ايه؟ ماكسيمم بوينت او ماكسيمم فاليو. انت بقى عايز الجريتست فاليو بتاع الفوليوم، هتاخد الاكس اللي ب 5 دي تعوض بيها فين؟ تعوض بيها في الفوليوم نفسه. هو عايز الفوليوم؟ هو عايز الفوليوم. فهاخد الاكس اللي ب 5 اعوض بيها في الفوليوم اللي هي العلاقه اللي انا عملت لها ديريفاتيف. اعوض هنا في كل ده كده بالاكس ب 5 شوف هيطلع لك ايه. ما رحت عوضت هنا بالاكس ب 5 اداني ان الفوليوم الماكسيمم بكام؟ ب 125 طبعا كيوبيك يونت او سنتيمتر كيوب. تعالى نرجع نختارها يبقى 125 سنتيمتر كيوب. طيب ركز معايا كده. في سؤال 7 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي هو عايز الميجر اوف ذا انجل بتوين ذا لاين اللي ليه دايركشن انجلز الكلام ده and the line whose direction vector is كذا. يعني هو هنا عايز انجل ما بين لاينين. دايما يا صديقي عود نفسك وهتلاقي القوانين بتاعت السوليد موجوده فيه. السوليد احسن حاجه في ورقه المفاهيم لانه تقريبا حاطط لك كل القوانين. لو عايز تجيب انجل ما بين لاينين فانت هتروح لازم تجيب دايركشن فيكتور الاول ودايركشن فيكتور الثاني، لان القانون بيقول لك لو عايز كوساين سيتا ما بين اي تو لاينز فده بيساوي الابسوليوت فاليو بتاع دي 1 دوت برودكت دي 2 على نورم دي 1 ملتبلاي نورم دي 2. حلو؟ يبقى لازم يبقى معايا الدايركشن فيكتور الاولاني والثاني عشان اقدر استخدم الايه؟ الكلام ده. طيب هو قال لي ان الدايركشن فيكتور بتاع اللاين الاولاني ليه انجلز 90 وباي اوفر 6، يعني كانه هنا بيديني سيتا اكس ده كده لللاين الاولاني كانه بيديني سيتا اكس ب 90 ديجري باي اوفر 2 وسيتا واي بباي اوفر 6 يعني 30 ديجري وسيتا زد بكام؟ باي اوفر 4 يعني 45 ديجري. ده كده اللاين الاولاني. حضرتك طالما انا معايا سيتا اكس وسيتا واي وسيتا زد يبقى انا اقدر اجيب دايركشن اللاين الاولاني، اقدر اجيب اليونت فيكتور بتاعه. هو كده كده اليونت فيكتور او الدايركشن فيكتور مش فارقه. اليونت فيكتور بتاع الدايركشن فيكتور بتاع اللاين الاولاني بكام؟ هو عباره عن كوساين ثيتا اكس كوساين ثيتا واي كوساين ثيتا زد. ده كده اليونت فيكتور. يبقى على طول اليونت فيكتور كوساين 90 بزيرو، كوساين 30 بروت 3 اوفر 2 وكوساين 45 بروت 2 اوفر 2. ده كده مين؟ ده يعتبر الدايركشن فيكتور بتاع اللاين الاولاني او ممكن اقول ان هو دايركشن اللاين الاولاني. طيب اللاين الثاني، اللاين الثاني هو مديني الدايركشن فيكتور بتاعه قال لي whose direction is 0 4 0. يبقى دايركشن اللاين الثاني بكام؟ ب 0 4 0. حضرتك بقى لو عايز تجيب الانجل ما بينهم روح اقعد في القانون ده. يبقى على طول كوساين الثيتا بيساوي مين؟ ابسوليوت الدوت برودكت. هضرب الاثنين دوت برودكت بعض، يعني هضرب الاكس في الاكس 0 في 0 ب 0 بلس الواي في الواي روت 3 اوفر 2 لما اضربها في 4 يبقى 4 في روت 3 اوفر 2 بلس الزد في الزد كده كده هيديك 0 على نورم ده في نورم ده. طيب نورم ده لما اجيبه من بايثاغورس، نورم ده من بايثاغورس ده كده كده يونت فيكتور، فنورم الاولاني ب 1 مضروب في نورم الثاني هيطلع ب 4. هعمل ده بايثاغورس وده بايثاغورس عشان اجيب النورم. حلو؟ من هنا هنبسط هتلاقي الفور كنسلت الفور فيطلع كوساين ثيتا بروت 3 اوفر 2 فتطلع ان الثيتا اللي ما بين التو لاينز بكام؟ هعمل شيفت كوساين الكلام ده هتطلع ب 30 ديجري. يبقى الانجل اللي ما بين اللاينين هي 30 ديجري. طيب تعالى لي في سؤال 8 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انا عايز اعمل انتجريشن لفراكشن، ركز كده والنبي، اول ابوس ايدك اول ما يظهر انتجريشن لاي فراكشن في الدنيا تشيك على اللي تحت، امسك اللي تحت اعمل له ديريفاتيف، لو لقيته موجود فوق يبقى امسك اللي تحت على طول حطه في لين ابسوليوت اللي تحت. ارجوك اي مساله انتجريشن فراكشن. طيب هو هنا انتجريشن لفراكشن في تحت مين؟ اكس سكوير بلس 3.
همسك الاكس سكوير بلس 3 اكس دي، اعمل لها ديريفاتيف، شوفها كده واوعى تستكبر، ما تقولش كده بطرف عينك لا ده الديريفاتيف مش موجود فوق. اعمل ديريفاتيف، اعمل ديريفاتيف بايدك وشوف. ديريفاتيف الاكس سكوير بلس 3 اكس كام؟ 2 اكس بلس 3. طيب اللي فوق في مين بقى يا صديقي؟ اللي فوق ده انا ممكن اخد منه 3 كومن فاكتور، يبقى شكل المساله عامل كده 3 هاخد من اللي فوق ده 3 كومن فاكتور. 3 في مين؟ لما اخد 3 كومن فاكتور يتبقى 2 اكس بلس 3 على اللي تحت اللي هو مين؟ اكس سكوير بلس 3 اكس. ماشي؟ الديريفاتيف اللي تحت كام؟ ده كده هو الديريفاتيف اللي تحت موجود فوق بالكامل زي ما هو. سيبك من ال 3 دي كانك مش شايفها، نزلها تاني بعد الانتجريشن. ال 3 انزلها هنا، ما تقولش انا ناقصني 3. ناقصك دي ده لو انت هو موجود عندك في الديريفاتيف ومش موجود فوق، لكن دي اصلا 3 زياده، ها؟ يبقى انت مش ناقصك 3، انت 3 دي كانك مش شايفها، كانك كده مسكتها طلعتها بره الانتجريشن، خدتها كومن فاكتور بره، بقى في 3 بره هنا. ماشي؟ ولما عملت ديريفاتيف للي تحت لقيته فوق زي ما هو. طالما اللي تحت الديريفاتيف بتاعه موجود فوق يبقى امسك اللي تحت احطه في ايه؟ لين ابسوليوت اللي تحت على طول. لين ابسوليوت مين؟ اكس سكوير بلس 3 اكس، طبعا بلس سي، يبقى 3 لين ابسوليوت اكس سكوير بلس 3 اكس، يبقى الانسر بتاعتك بي على طول. سؤال رقم 9 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي البوينت دي لو انا عندي بوينت هي عباره عن مين؟ عباره عن اكس وواي وزد. جميل؟ طيب عندي بوينت موجوده وقال لي ان هي بتلاي at distance 4 root 13 units from the x axis. خلي بالك دايما يا صديقي لما كنت انا بطلب الديستنس لحد الاكس اكسس كنت بقول لك ايه على طول؟ مسافه لحد الاكس اكسس يبقى بايثاغورس للي ما اتقالش. بايثاغورس لمين؟ بايثاغورس للواي والزد بتوع النقطه. يبقى على طول لما اطلب المسافه لحد الاكس اكسس فده بيساوي بايثاغورس لمين؟ للواي والزد بتوع النقطه بتوعي. هو اداني المسافه جاهزه، قال لي بكام؟ قال لي ب 4 روت 13. 4 روت 13 دي المسافه. يبقى انا لو مسكت الاكس سوري الواي والزد بتاع النقطه جبت لهم بايثاغورس اساويه بكام؟ ب 4 روت 13. طيب انا عندي النقطه هي عباره عن 7 بلس ال ده في الاكس، عباره عن 3 ال ده في الواي، عباره عن 2 ال ده في الزد. طيب انا هاخد بايثاغورس لمين ومين؟ للواي والزد، يبقى سكوير روت 3 ال اول سكوير، 3 ال اول سكوير بلس 2 ال اول سكوير، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 4 روت 13. حلو؟ عشان اخلص من روت هعمل باور 2 في الناحيتين. جميل؟ فلما اعمل 4 روت 13 باور 2 يديني كام؟ يديني 208. 208 ايكوال سكوير روت ده فهيكنسل الروت. طيب 3 ال اول سكوير ده ب 9 ال سكوير بلس 2 ال اول سكوير ده ب 4 ال سكوير، لان السكوير موجود على ال 3 وعلى ال وموجود على ال 2 وعلى ال. حلو؟ 9 و4 بكام؟ ب 13. 13 ال سكوير بيساوي 208. فمن هنا اقدر اجيب ال اقسم على 13 واخد روت، يبقى روت 208 ديفايدد 13. يبقى ال يا صديقي المفروض تساوي بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت 208 اوفر 13، فتطلع ببوزيتيف اور نيجاتيف 4. يبقى قيمه ال دلوقتي هي ليها قيمتين، يا بوزيتيف يا نيجاتيف 4. يبقى ده معناه ان النقطه ايه؟ ممكن يكون ليها احتمالين. والله لو هناخد الاحتمال الاول ات ال ب 4 هنروح نعوض في النقطة كاملة بقى، هي 7 بلس ال يبقى 7 بلس 4 ب 11، 3 ال 3 في 4 ب 12، 2 ال 2 في 4 ب 8. طيب في الكيس بقى اللي ال فيها بنيجاتيف 4 هنروح نعوض برضو في النقطة كاملة، يبقى 7 بلس نيجاتيف 4 ب 3، 3 في نيجاتيف 4 بنيجاتيف 12، و2 في نيجاتيف 4 بنيجاتيف 8. يبقى النقطة بتاعتي يا إما 11 و12 و8 يا إما 3 ونيجاتيف 12 ونيجاتيف 8. يبقى الأنسر بتاعتك إيه على طول. طيب ركز معايا كده في السؤال رقم 10 بيقول لي إيه؟ بيقول لي if the given graph is the graph of f dash. الجراف أو الكيرف اللي مرسوم قصادي ده الكيرف بتاع الاف داش اوف اكس. يبقى حضرتك على طول كنت معودك لو أنا مديك رسمة الاف داش على طول هتروح تجيب الخط الأول والخط التاني على طول. الخط الاول كنت بجيب اشارته ازاي؟
الخط الاول دايما يا صديقي كنت ببص فوق وتحت، ايا يكن دي رسمه ايه، الخط الاول ابص فوق وتحت الاكس اكسس. والله لو الرسمه مرسومه فوق الاكس اكسس تبقى بوزيتيف، لو تحت الاكس اكسس تبقى نيجاتيف. فهمشي هنا مع الرسمه منين لفين؟ من الشمال لليمين. وانا ماشي من الشمال، تعال نقول ان هو بدات من عند الزيرو، من الزيرو من عند اكس بزيرو اهو، امشي كده الرسمه لحد ال1 هي مرسومه تحت الاكس اكسس يعني نيجاتيف، لحد ال1 نيجاتيف. بعدين كمل من بعد ال1 وانت ماشي وانت ماشي وانت ماشي، كل ده مرسومه فوق الاكس اكسس لحد فين؟ لحد ال6. تمام، يبقى لحد ال6 انت مرسوم فوق الاكس اكسس يعني انت اشارتك بوزيتيف. من بعد ال6 ولحد ال8 لو مشيت وانت ماشي الرسمه مرسومه تحت الاكس اكسس يعني انت اشارتك نيجاتيف. يبقى انت من 6 ل 8 ايه؟ اشاره الرسمه نيجاتيف. من بعد ال8 لحد الانفينيتي هي مرسومه دايما فوق الاكس اكسس، فهنقول انها بوزيتيف. دي اشاره الخط الاول. طب ده الخط الاول كنت بجيبه ازاي؟ ابص فوق وتحت الاكس اكسس. الخط التاني دايما كنت بجيب اشارته بالتسلق والتزحلق. امشي على الكيرف ولو لقيتني بتسلق الجبل كده يبقى انا بوزيتيف، بتزحلق يبقى انا نيجاتيف. فارسم خط اعداد تاني برضه هيبتدي من الزيرو وينتهي عند الانفينيتي، ونمشي مع الكيرف من الشمال لليمين. همشي مع الخط بتاع الكيرف، وانا ماشي على الكيرف بتسلق 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 هوب لحد ال2. يبقى انا بزيد بانكريس لحد ال2، وبعدين بتزحلق 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 لحد ال3. يبقى انا من 2 ل 3 بتزحلق يعني نيجاتيف، وبعد كده بتسلق 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 لحد ال5، يبقى انا بوزيتيف لحد ال5. وبعد كده انا بتزحلق 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 لحد ال7، يبقى انا نيجاتيف لحد ال7. وبعد كده انا فضلت اتسلق 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 لحد الانفينيتي، يبقى انا بوزيتيف. فانا بشوف التسلق والتزحلق عشان اشوف الانكريزنج والديكريزنج انترفال. بس خلي بالك انا كل ده ما حددتش حاجه. بعد ما طلعت الخطين، مع السلامه، مع السلامه يا كيرف، انا مش عايز اعرفك تاني، اوعى تروح تبص على الكيرف تاني. الخط الاولاني يا صديقي بيعبر عن ايه؟ عن رسمه الفانكشن اللي معاك. الخط الاولاني هي الحاجه اللي معاك اللي هي الاف داش، يبقى الخط ده هو خط الاف داش، وده دايما هو الديريفاتيف بتاعها اللي هو ديريفاتيف الاف داش مين؟ الاف دبل داش. انسى الرسمه، اوعى تروح تبص على الرسمه تاني. بعد ما طلعت الخطوط ما تبصش على الرسمه عشان ما تغلطش، انا باكد عليك اهو. ده كده خط الاف داش. الخط بتاع الاف داش كنت بعرف منه الانكريزنج والديكريزنج. الخط بتاع الاف دبل داش كنت بعرف منه الكونفكستي، الكونفكس اب وداون. حلو. وطبعا هنا اللوكال ماكسيمم والمينيمم والكريتيكال، وهنا بعرف منه ايه؟ الانفليكشن. حلو. انا معايا خط الاف داش، والله طالما نيجاتيف يبقى الفانكشن كانت بالديكريز، ثم بوزيتيف يبقى كانت بتنكريز، ثم نيجاتيف تاني يبقى كانت بتديكريز، ثم بوزيتيف تاني يبقى كانت بتنكريز. ماشي. طيب عندك ايه بقى؟ في السكند ديريفاتيف طالما بوزيتيف يبقى الكيرف كان كونفكس داون، كونفكس اب، داون، اب، داون. يبقى انت عندك 1 2 3 4 انفليكشنز بوينت، كل دول انفليكشنز بوينت. طب وعند ال1؟ عند ال1 دي لوكال مينيمم، عند ال6 دي لوكال ماكسيمم هنا مينيمم، وعند ال8 برضه لوكال مينيمم. حلو. وكل دول ايه؟ انفليكشنز. انا كل ده ما قريتش حتى السؤال عايز يعرف ايه. هو بيقول لي ايه؟ لو انا مدي لك كيرف الاف داش، عايز اعرف ايه بقى؟ عايز اعرف اللوكال ماكسيمم عند انهي اكس. اللوكال ماكسيمم عند انهي اكس؟ اللوكال ماكسيمم عند الاكس بكام؟ ب6. عند الاكس ب6 بس. ممكن حد منكم دلوقتي يغلط ويروح يبص لي على الكيرف وهيقول لي بص ده اللوكال ماكسيمم بوينت موجوده هنا عند ال2 وموجوده كمان عند ال5. مش بس كده، ده المينيمم بوينت عند ال7. اقول لحضرتك انت برضه حمار. ليه حمار؟ عشان انا اكدت عليك كذا مره الكلام ده. لو انا مديلك رسمه الاف اوف اكس فتروح على الماكسيمم فعلا وتقول انها ماكسيمم، وتقول ان دي ماكسيمم، وتقول ان دي مينيمم، ده لو دي رسمه اف اوف اكس. لكن دي رسمه مين؟ اف داش اوف اكس. فده ملوش علاقه بده. اتفقنا؟ اتفقنا صديقي. طيب ركز كده معايا في سؤال رقم 11. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايز في الستريت لاين اللي انا مديهولك ده، انا مديك الايكويشن اوف ستريت لاين، عايز الدايركشن فيكتور بتاعها. هو مديني ايكويشن ستريت لاين بس على الكارتيزيان فورم. لو حضرتك فاكر
ايكويشن ستريت لاين لما كنت بكتبها على الكارتيزيان فورم كنت بكتبها بالشكل ده: x ماينس x البوينت على x الدايركشن فيكتور ايكوال y ماينس y البوينت على y الدايركشن فيكتور ايكوال z ماينس z البوينت على z الدايركشن فيكتور. يبقى دايما لما عاوز اخد الدايركشن فيكتور كنت بروح اخد الدينومينيتورز، بس هفكرك ان لابد لازم اوعى تنساها بكره دي، افتكرها بكره وقول لي لازم كوفيشنت اكس وواي وزد يكونوا بوزيتيف 1 بس، بوزيتيف 1 بس. لو في اي رقم غير البوزيتيف 1 اقسم عليه فوق وتحت. بمعنى انا همسك الجزء من الاكس هو 2x بلس 5 اوفر 6. كوفيشنت الاكس مش بوزيتيف 1، فانا هروح قاسم فوق وتحت على كام؟ قاسم فوق وتحت على 2 اللي هو الكوفيشنت نفسه. فال2x لما اقسمها على 2 يتبقى x، ال5 لما اقسمها على 2 يتبقى 5 اوفر 2، وتحت ال6 هقسمها على 2 يتبقى 3. ده كده جزء الاكس. هكرر نفس الموضوع فين؟ في الواي وفي الزد. هنا عندك نيجاتيف، النيجاتيف دي مضروبه في ال3 واي ومضروبه في ال1، فتبقى شكل الايكويشن نيجاتيف 3 واي ماينس 1 اوفر 12. لابد ان يكون الكوفيشنت كام؟ بوزيتيف 1. هنا في 3 سوري دي نيجاتيف 3، هروح قاسم فوق وتحت عليها نيجاتيف 3 فوق وتحت. يبقى الكلام ده في الجزء بتاع الواي. لما اقسم دي على نيجاتيف 3 يتبقى واي، لما اقسم النيجاتيف 1 على نيجاتيف 3 يتبقى بوزيتيف 1 على 3، لما اقسم ال 12 على نيجاتيف 3 يتبقى نيجاتيف 4. يبقى كده خلصنا جزء الواي. نفس الكلام في جزء الزد، مفيش ولا واحده مظبوطه. طيب هقسم فوق وتحت على كام في الزد؟ هنا الكوفيشنت مش 1، هنا الكوفيشنت 4، فهقسم فوق وتحت على 4. فال4 زد لما اقسمها على 4 تبقى زد، ال3 لما اقسمها على 4 تبقى 3 على 4، وتحت عندك 8 هتقسمها على 4 تبقى 2. كده انت خليتها ستاندرد. تروح بقى تاخد الدينومينيتورز على طول، يبقى انت كده جبت الدايركشن فيكتور. الدايركشن فيكتور في جزء الاكس كده هي 3، في جزء الواي كده هي نيجاتيف 4، وفي جزء الزد هنا هي بوزيتيف 2. وارجوك ما تنساش دي، بكره هتجيلك وهتغلط فيها ان شاء الله. مش تغلط فيها، انا اسف ماشي، بكره هتجيلك ومش تغلط فيها. يبقى 3 ونيجاتيف 4 و2 هو ده مين؟ الدايركشن فيكتور بتاعك. يبقى الانسر دي. طيب سؤال اوبريشنز، سؤال كومبلكس اوبريشنز. حضرتك هتروح دلوقتي، هو بيقول لي ان الزد لو انا معايا زد عباره عن كومبلكس نمبر 5 مضروب في كوساين 75 ديجري ماينس اي ساين 75 ديجري. حضرتك ده كومبلكس نمبر. لو انا سالتك هل ده التريك فورم تقول لي غلط. ليه؟ هل هذا تريك فورم ستاندرد؟ تقول لي غلط. ليه؟ لان احنا عندنا 3 شروط في التريك فورم الستاندرد. ايه هما ال3 شروط؟ اولا لازم اشاره كل حاجه بره تبقى بوزيتيف. ثانيا لازم الكوساين تبقى موجوده الاول، والساين هي اللي موجوده الثاني وجنبها اي، الاي جنب الساين مش متبدلين. ثالثا لازم الثيتا تبيلونج من نيجاتيف 180 لبوزيتيف 180. تعال نشوف اول شرط، هل اشاره كل حاجه بوزيتيف؟ لا، الساين اشارتها نيجاتيف، يبقى خلاص الشكل باظ. طالما شرط واحد منهم باظ يبقى خلاص الشكل كله باظ. عشان احوله ستاندرد يا اما اروح اكتب الكلام ده كده كله على كالكوليتر وهي تحوله لي ستاندرد، يا اما افتكر حل المشاكل. حل المشاكل ايه؟ لو انا عايز اخلي الساين، لو المشكله ان الساين اشارتها نيجاتيف، كنت لما الساين اشارتها نيجاتيف بروح اضرب السيتا في نيجاتيف 1 بخليها نيجاتيف سيتا. حلو. فبعد كده المشكله هتتحل لما اضرب السيتا في النيجاتيف. اكتبها انت بقى ستاندرد. فساعتها الزد هتساوي مين؟ 5 في مين؟ كوساين نيجاتيف 75 بلس بقى اي ساين نيجاتيف 75. جميل كده الشكل ستاندرد. يعني انا دلوقتي لو عايز اخد الار والسيتا من الشكل اقدر اخدهم عادي، لان اصلا الكومبلكس نمبر لما بكتبه في التريك فورم الرقم اللي بره كان هو الار، وكنت باخد السيتا من جوه هنا. خلاص يبقى كده يا صديقي الار بتاعت الكومبلكس نمبر بتاعي ب5 والثيتا بتاعته بكام؟ بنيجاتيف 75 ديجري. طب ان كيس ان انا معرفتش المشكله دي او مش عارف حلول المشاكل، نروح للكالكوليتر كده الجميله بتاعتنا، نروح كاتب لها الرقم كله زي ما هو مود كومبلكس، ونروح كاتب لها الرقم زي ما جالنا 5 وافتح براكت كوساين مين؟ كوساين 75 ماينس اي ساين 75.
وقول لها ايكوال، هيطلع لي الرقم ده، حوله ار وثيتا، شيفت تو 3 ودوس ايكوال، هيديني الار ب 5 والثيتا بكام؟ بنيجاتيف 75. خلاص ماشي، يبقى انا كده معايا كومبلكس نمبر زد على التريك فورم، معايا الار بتاعته ومعايا الثيتا بتاعته. هو عايز ايه؟ هو عايز الاكسبوننشال فورم بتاع زد باور 3. يعني دي اوبريشن، انا همسك الزد هعملها باور 3. لو حضرتك فاكر الزد لما اعملها باور 3 اولا لازم انا اخليها تريجنومتريك، لازم انا اخليها في التريجنومتريك فورم، وزي ما قلت لك اللي بيحصل على الزد بيحصل على الار، فانت لما تمسك الزد تعملها باور 3 هتمسك الار كمان هي تعملها باور 3، والثيتا بعملها معامله الباور، يعني هتروح تضرب الثيتا في 3 هتضربها في الباور. حلو، يبقى انا ساعتها الار الجديده هتساوي مين؟ هتساوي 5 باور 3، والثيتا الجديده هتساوي نيجاتيف 75 مضروبه في 3. 5 باور 3 ب 125 دي الار الجديده. طيب نيجاتيف 75 لما اضربها في 3 يديني نيجاتيف 225، بس دي مش ستاندرد، الثيتا مش ستاندرد، هروح انا مزود عليها 360 عشان اخليها ستاندرد. هزود 360 تبقى 135 اللي هي بالراديان. هعمل ايه؟ 135 على 180 واحط جنبها باي، تبقى بالراديان 3 باي اوفر 4. يبقى انا كده معايا الثيتا والار بتوع الرقم زد باور 3. هو عايز يكتبها في ايه؟ في الاويلر فورم. الاويلر فورم او الاكسبوننشال فورم كنت بكتبه بالشكل ده، ار مضروبه في اي باور ثيتا، بس ثيتا بالراد، وحط جنبها اي. يعني كده الكومبلكس نمبر زد باور 3 هي هتكون عباره عن 125 في اي باور ثيتا بالراد اللي هي كام؟ 3 باي اوفر 4، وحط جنبها اي. تعال نشوف ده انهي انسر. يبقى الانسر سي ان شاء الله. تمام. طيب تعالى بينا بقى في question 13 بيقول لي ايه؟ لو انا عندي الواي هي عباره عن x باور 4 minus 2 all باور x. خلي بالك دايما اول ما يظهر الشكل ده فانكشن معينه f of x باور فانكشن، الباور فاريبل وكمان البيز فاريبل، يبقى لا حل هناك يا صديقي غير انك لازم تاخد لين للناحيتين. لازم، طالما فاريبل باور فاريبل يبقى لازم وحتما ولا بد ان احنا ناخد لين للناحيتين لو انا عايز اعمل ديريفيتيف. لو انا عندي الواي بتساوي x باور 4 minus 2 all باور كام؟ all باور x، فانا هاخد لين للبوث سايدز، فيبقى لين y equal لين x باور 4 minus 2 all باور كام؟ all باور x، وانا عارف ان اللين عندها القدره انها ايه؟ تنزل الباور، وهو ده الهدف ان انا اخد لين للناحيتين اصلا. فيبقى هتنزل الباور x ده من على الحاجه اللي جوه تخليه كوفيشنت ليها هنا x، ونبدا نعمل ديريفاتيف للبوث سايدز. ديريفاتيف اللين واي هو ديريفاتيف الحاجه اللي جوه على الحاجه اللي جوه، بمسك اللي جوه ده احطه تحت زي ما هو واعمل له ديريفاتيف واحطه فوق. ما تنساش ان ديريفاتيف الواي واي داش حطه فوق ايكوال، يبقى ديريفاتيف اللين واي دايما واي داش على واي. ديريفاتيف الجنب اليمين بس ده برودكت اوف تو فانكشنز، يبقى براكت براكت بلس براكت براكت. حلو، هنزل الاول زي ما هو اكس في الديريفاتيف الثاني. خلي بالك ده لين يبقى على طول فراكشن، بمسك اللي جوه اللين انقله زي ما هو تحت x باور 4 minus 2 واضرب في الديريفاتيف بتاعه فوق. الديريفاتيف بتاعه فوق كام؟ 4x باور 3. جميل جميل، واعكس بقى، انزل بقى التاني زي ما هو اللي هو لين x باور 4 minus 2 في الديريفاتيف الاولاني اللي هو 1، ديريفاتيف الاكس ب 1. حلو، تعال نبسط شويه. x هتتضرب فوق هنا تبقى 4x باور 4 على x باور 4 minus 2. محدش يقول لي الاكس باور 4 هتطير مع الاكس باور 4، احنا بكره الامتحان ما تخلينيش اقول كلمه وحشه. بلس لن وجواها ايه؟ x باور 4 minus 2. ال1 ده كده كده ملوش لازمه، ده بالمالتيبلاي. جميل جميل، بس ده واي داش على واي، فانا هروح مودي الواي هناك بالمالتيبلاي تتضرب في الكلام ده كله. هودي الواي هنا بس طبعا مش هحطها واي، يبقى كده الواي داش بتساوي الكلام ده. انا بقى ما بحبش احطها واي، انا برجع لاصل المساله خالص. الواي اصلا في الاساس كانت بتساوي مين؟ x باور 4 minus 2 all باور x، يبقى انا هشيل الواي دي واحط ايه؟ x باور 4 minus 2 all باور x، وبكده انا اكون قدرت اجيب الفيرست ديريفاتيف بتاع الفانكشن بتاعتي. تعال نرجع فوق نشوف. يبقى x باور 4 minus 2 all باور x مضروب في مين؟ 4x باور 4. انهي واحده؟ يبقى الانسر اللي هتنفع هي C، 4x باور 4 على x باور 4 minus 2 في اللين بلس اللين والكلام ده كله مضروب في الواي، يبقى الانسر C.
طيب سؤال 14 بيقول لي ايه؟ بيقول لي the points that lie on z axis. عندي point موجوده بتبيلونج للزد اكسس. اي نقطه يا صديقي على الزد اكسس كنت انا لو عايز افرضها على طول افرض ان الاكس بتاعتها بزيرو والواي بتاعتها بزيرو لكن الزد بتاعتها برقم. اللي ما اتقالش على طول افرضه بزيرو ده لو هي على الاكسس نفسه. طيب قال لي ايه بقى؟ قال لي equidistance، كلمه خطيره. equidistance معناها ان المسافات متساويه، الديستانس الاولى قد الديستانس الثانيه. كلمه equidistance دي خطيره مهمه قوي. الكلمه دي equidistance يعني على مسافات متساويه from each of the two planes. البلين الاولاني والبلين الثاني. ركز كده معايا، انا عندي بلين وفي نقطه موجوده هنا في السبيس وفي بلين تاني. قال لي ايه بقى؟ قال لي ان انا عندي نقطه موجوده المسافه بينها وبين البلين الاولاني قد المسافه بينها وبين البلين التاني. هو ده مفهوم كلمه equidistance. يبقى انا يا صديقي المعلومه الوحيده اللي معايا ان انا لو رحت جبت المسافه بين النقطه اللي معايا اللي انا فارضها 0 و0 زد، هو قال لي النقطه على الزد اكسس، والبلين الاولاني هيساوي المسافه بين النقطه اللي معايا والبلين التاني. معادله البلين الاولاني هو مديها لي في الجنرال فورم 3x minus 4y plus 12z plus 2 equal 0. ومعادله البلين الثاني ده بلين 1 ده بلين 2. معادله البلين الثاني كان مديها لي نيجاتيف 2x plus 3y plus 6z minus 2 equal 0. ركز كده معايا، هو انا اصلا ازاي اجيب المسافه اس دي؟ يعني المسافه بين نقطه وبلين دي كان ليها قانون؟ طبعا ليها قانون وموجود في ورقه المفاهيم، تروح تدور عليه. مسافه ما بين نقطه وبلين، اشهر قانون في السوليد قانون الابسوليوت على الروت. تعال نجيب المسافه الاولى اللي هي مين؟ اللي هي ما بين النقطه بتاعتي وما بين البلين الاولاني. عشان تقدر تجيب مسافه ما بين نقطه وبلين، اول حاجه روح امسك النقطه عوض بيها في ايكويشن البلين. يعني عوض مكان الاكس والواي والزد بالكوردينتس بتاعت النقطه، بس لازم الناحيه الثانيه تساوي 0. فانا هروح اعمل كده، يبقى 3 في كام؟ 3 في 0 ماينس 4 في واي والواي ب 0 بلس 12 في زد والزد بزد معرفهاش بلس 2. ده في الابسوليوت. وتحت ده هو دايما النورم بتاع النورمال فيكتور اللي هو هنا مين؟ الكوفيشنتس على طول. بقسم تحت على كوفيشنت الاكس سكوير بلس كوفيشنت الواي سكوير، طبعا 4 على طول بقى، بلس كوفيشنت الزد سكوير. دي كده المسافه الاولى. طب ما هي بتساوي المسافه الثانيه. انهي مسافه؟ المسافه ما بين النقطه دي والبلين الثاني اللي معادلته اهي. طب ما المسافه دي هجيبها بنفس القانون، قانون الابسوليوت على الروت، بس هعوض بقى فين؟ في البلين الثاني مش البلين الاولاني. حلو، هنروح نعوض بالنقطه دي في البلين ده، يبقى نيجاتيف 2 في اكس اللي هي بزيرو بلس 3 في واي اللي هي بزيرو بلس 6 في زد اللي هي زد عشان انا مش عارفها ماينس 2. كل ده على مين؟ على روت الكوفيشنت سكوير، يعني روت 2 سكوير بلس 3 سكوير بلس 6 سكوير. حلو. المسافتين بيساوي بعض، وهي دي الايكويشن الوحيده معايا اللي في الزد. تعال نحسب الكلام اللي تحت هنا وهنا عشان ده معروف. لما احسب الجزء ده تحت هنا، بص ده يتكنسل يبقى بزيرو، ده بكنسل يبقى الزيرو، يبقى جوه الابسوليوت فوق مين؟ 12 زد بلس 2 جوه الابسوليوت. وتحت الكلام ده لما احسبه يديني 13 ايكوال نفس الكلام، ده يتكنسل يبقى بزيرو، ده يتكنسل يبقى بزيرو، يتبقى 6 زد ماينس 2 جوه الابسوليوت، 6 زد ماينس 2. وكل ده مقسوم على كام؟ كل ده مقسوم على الرقم ده. الرقم ده لما احسبه هيطلع ب 7. حلو. طبعا على طول كروس مالتيبليكيشن، اضرب ده في ده ايكوال ده في ده، يبقى 7 في مين؟ في ابسوليوت 12 زد بلس 2 ايكوال 13 في ابسوليوت 6 زد ماينس 2. ازاي احل ايكويشن فيها ابسوليوت؟ دايما ثبت واحد واعكس اشاره التاني. مره اقول ان ده بيساوي ده على طول من غير الابسوليوت، يبقى 7 في 12 زد بلس 2 ايكوال 13 في 6 زد ماينس 2. ومره اقول ان ده بيساوي نيجاتيف ده، بفك الابسوليوت مره بوزيتيف ومره نيجاتيف، يبقى 7 في 12 زد بلس 2 ايكوال نيجاتيف 13 في مين؟ في 6 زد ماينس 2.
من هنا نجيب الزد لان دي ايكويشن وحيده ما فيهاش مجهول غير الزد، وهنا برضو نجيب الزد ايكويشن وحيده ما فيهاش مجهول غير الزد. من هنا تطلع الزد ب 2 اوفر 27، ومن هنا هنعمل شيفت سولف للثانيه تطلع الزد من هنا بنيجاتيف 20 اوفر 3. يبقى النقطه بتاعتي يا اما 0 0 ونيجاتيف 20 اوفر 3، او 0 و0 و2 اوفر 27. تعالى نطلع نشوف دي انهي في الانسرز. 0 و0 هتبقى الانسر دي 0 0 2 اوفر 27 0 0 نيجاتيف 20 اوفر 3 2 اوفر 27 ونيجاتيف 20 اوفر 3. يبقى الانسر الصحيحه دي. طيب السؤال ده مهم جدا وخطير. ليه؟ سؤال الاحتمالات. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايز الكوفيشنت اوف اكس باور 10 في الاكسبانشن دي. ركز كده معايا. الاكسبانشن دي هي اولا عندي اكسبانشن 1 ماينس اكس اول باور 10 مضروبه في البراكت الاول مضروبه في الترم الاول وفي الترم الثاني وفي الترم الثاني، فانا هوزعها عليهم. هضرب ال1 ماينس اكس اول باور 10 مره في ال1 فتبقى 1 ماينس اكس اول باور 10 بلس اكس مضروبه في ال1 ماينس اكس اول باور 10 بلس اكس سكوير مضروبه في ال1 ماينس اكس اول باور 10. حلو. هو بقى عايز ايه؟ عايز الاكس باور 10 بتاعه الاكسبانشن دي. طب ما تركز كده معايا يا صديقي. هي اولا دي اكسبانشن وهتطلع اكس باور 10، هتطلع اكيد ترم فيه اكس باور 10. ودي برضو اولسو اكسبانشن هتطلع برضو ترم فيه اكس باور 10. ودي برضو اولسو اكسبانشن هتطلع ترم فيه اكس باور 10. بس الفكره في ايه بقى؟ ان في الاخر دي هتطلع ترم فيه اكس باور 10 وترم اكس باور 10 وترم اكس باور 10. تعال نقول مثلا ان سي الاولى طلعت 3 اكس باور 10 والثانيه طلعت نيجاتيف 2 اكس باور 10 والثالثه طلعت 10 اكس باور 10. ففي الاخر احنا هنجمعهم، هنجمع الكوفيشنتس بتاعهم. يبقى انا هروح اجيب الاكس باور 10 من كل واحده فيهم واجمعهم لان الاكسبانشنز الثلاثه مجموعين على بعض. حلو. فكاني بتعامل مع ثلاث اسئله مختلفه. هروح مع الاولى اجيب لها الاكس باور 10 لوحدها، والثانيه اجيب لها الاكس باور 10 لوحدها، والثالثه اجيب لها الاكس باور 10 لوحدها. ركز كده معايا. بص بقى يا صديقي، الاولى دي عشان اجيب الترم اللي فيه اكس باور 10 دايما عودتك قلت لك روح دايما هات الجنرال ترم تي ار بلس 1 وروح ساوي الباور اللي على الاكس بالباور اللي انت عايزه. فمن هنا هجيب التي ار بلس 1 جنرال ترم تي ار بلس 1 ايكوال، هقول ان سي ار يبقى 10 سي ار في الثاني جوه الاكسبانشن باثارته اللي هو نيجاتيف اكس اول باور كام؟ اول باور ار. وال1 باور ان ماينس ار، وال1 كده كده ملوش لازمه. يبقى الجنرال ترم عموما التي ار بلس 1 لو بسطته كوفيشنت تو اكس هاخد ده كده كوفيشنت 10 سي ار، وهاخد ده كده كوفيشنت نيجاتيف 1 اول باور ار، ويتبقى اكس باور ايه؟ اكس باور ار لوحدها. حلو. وعلى فكره البراكت ده كمان لو رحت جبت له الجنرال ترم هو نفس البراكت هيطلع ده، وده لو رحت جبت له الجنرال ترم هيطلع ده نفس البراكت. بس ركز كده معايا في الاكسبانشن اللي هي 1 ماينس اكس اول باور 10 الجنرال ترم فيها هو تي ار بلس 1 عباره عن 10 سي ار في نيجاتيف 1 باور ار في اكس باور ار. لكن الاكسبانشن اختها اللي جنبها اللي هي مضروبه في اكس دي اللي هي اكس في 1 ماينس اكس اول باور 10 دي الجنرال ترم بتاعها برضو تي ار بلس 1 هو عباره عن مين؟ عباره عن 10 سي ار في نيجاتيف 1 برضو باور ار بس في اكس باور كام؟ انت عندك اكس باور ار ومضروبه بره في اكس يبقى هي اكس باور ار بلس 1 لان الباور اللي على الاكس هنا 1 فهجمعها. طب والثالثه اللي هي فيها اكس باور 2 هي 1 ماينس اكس اول باور 10 ومضروبه في اكس باور 2 بره. برضو الجنرال ترم بتاعها تي ار بلس 1 هو عباره عن مين؟ برضو 10 سي ار في نيجاتيف 1 اول باور ار في اكس باور ار بس مضروبه بره في اكس باور 2 فهجمع الباورين مع بعض باكس باور ار بلس 2. حلو. انا عندي 3 اكسبانشنز، انا عايز الباور في الاكسبانشنز الثلاثه يبقى كام؟ انا بدور على اكس باور 10. ايه ده؟ سبحان الله. هدور على اكس باور 10 يعني انا هساوي الباور اللي على الاكس في كل واحده فيهم بكام؟ ب 10. فمن هنا هساوي دي باكس باور 10 واساوي دي باكس باور 10 واساوي دي باكس باور 10. هنا الار بلس 1 او سوري هنا الار بتساوي ال 10 يبقى في اول واحده او اول اكسبانشن طلعت لي ان الار بتاع اكس باور 10 ب 10. وهنا ار بلس 1 ايكوال 10 فمن هنا هتطلع الار بتاعت اكس باور 10 ب 9. ومن هنا ار بلس 2 ايكوال اكس باور 10 فمن هنا هتطلع الار بكام؟ الار ب 8. يبقى حضرتك هتروح تجيب
3 ترمات، الترم اللي الار بتاعته ب 10 في الاكسبانشن بتاعتي، يعني هعوض هنا عن الار ب 10، فيبقى الترم الاولاني هو 10 سي 10 في نيجاتيف 1 اول باور 10 في اكس باور 10 بلس الترم اللي موجود في الاكسبانشن الثانيه، اللي موجود في الاكسبانشن الثانيه اللي الار بتاعته بكام؟ ب 9، يبقى 10 سي 9 في الثاني اللي هو نيجاتيف 1 اول باور 9 في الاولاني اللي هو اكس باور 9 بلس 1 يعني اكس باور 10 بلس في الترم في الاكسبانشن الثالثه برضه يبقى 10 سي 8 في نيجاتيف 1 اول باور 8 في اكس باور 8 بلس 2 يعني اكس باور 10، ونجمع الكوفيشنتس بتوع الثلاثه على الكالكوليتر. تعال نجيب الكالكوليتر. يبقى 10 سي 10 10 سي 10 في نيجاتيف 1 باور 10، نيجاتيف 1 باور 10 كده كده ب 1 ماشي، يبقى 10 سي 10 في نيجاتيف 1 باور 10 يبقى ده ب 1 في اكس باور 10 ماشي. تعال نحسب 10 سي 9. 10 سي 9 10 سي 9 بكام؟ ب 10. حلو، 10 سي 9 ب 10 في نيجاتيف 1 باور 9 ده بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 1 في 10 يبقى ماينس 10 اكس باور 9 بلس تعال نحسب 10 سي 8. 10 سي 8 بكام؟ 10 سي 8 ب 45 يبقى بلس ده كده ب 45 ومضروب في نيجاتيف 1 باور 8، نيجاتيف 1 باور 8 ب 1 يبقى 45 في 1 ب 45 يبقى 45 اكس باور 10. طبعا هنروح نجمع الكوفيشنتس بتاعتهم كلهم يبقى 1 بلس نيجاتيف 10 بلس 45 بلس نيجاتيف 10 ب 35 بلس 1 يبقى 36 اكس باور كام؟ دي اكس باور 10 مش 9، 36 اكس باور 10. يبقى الترم اللي كونتين اكس باور 10 هو 36 اكس باور 10. هو عايز الكوفيشنت بتاعه اكيد، يبقى 36. سؤال خطير. طيب في question 16 بيقول لي the given rectangular prism has a square base، يبقى البيز عندي على شكل سكوير، هو سايد لينس بتوعه قد بعض x و x. حلو، تعالى نسميه x و x على شكل سكوير. قال لي الاريا بتاعته بكام؟ ب 16. انت عارف ان اريا السكوير اللي هي 16 دي هي عباره عن ايه؟ لينس في ويتس او x في x يعني x سكوير. فبالتالي انا كده اقدر اعرف اللينس بتاع البيز بتاع كل واحده منهم، هاخد سكوير روت لل 16 يبقى الاكس بكام؟ ب 4. يبقى كده انا عرفت طول البيز بتاع الريكتانجل اللي تحت او سوري بتاع السكوير اللي تحت، ان الطول ده كده بكام؟ الطول ده كده يا صديقي ب 4 والطول ده كده برضو ب 4 ماشي؟ ماشي. وقال لي الفوليوم بتاعه بكام؟ ب 96 كيوبيك يونت. ده كيوبويد الفوليوم بتاعه هو عباره عن لينس في ويتس في هايت. ده اللينس وده الويتس وده الهايت اللي انا ما اعرفوش، تعال نسميه اتش. يبقى اللينس اللي هو ب4 في الويتس اللي هو ب4 في الهايت اللي هو اتش مش عارفه ده بيساوي كام؟ بيساوي 96. فمن هنا نقدر نجيب الدايمنشن الثالث اللي هو الهايت هيساوي كام؟ 96 على 4 في 4 فيطلع الدايمنشن الثالث بكام؟ يطلع ب 6. حلو حلو، يبقى الدايمنشن الثالث انا كده عرفته ب 6 ماشي. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز الاي بي، عايز النورم بتاع الاي بي، يبقى لازم انا اجيب الاي بي فيكتور. عايز اجيب الاي بي فيكتور اللي هو بيساوي النقطه بي ماينس النقطه اي. فنعمل زوم كده ونشوف فين البي وفين الاي وفين الكلام الجميل ده كله. انا اولا عايز اعرف النقطه دي اللي هي الاي والنقطه دي اللي هي البي. حلو، فدايما هبدا منين؟ هبدا من الاوريجن. عشان اوصل للنقطه بي همشي الدايمنشن ده في الواي واطلع الدايمنشن ده في الزد، يبقى انا ما مشيتش في الاكس، يبقى انا 0 في الاكس، مشيت الطول دي في الواي، الطول ده في الواي اللي هو 4، وطلعت الطول ده في الزد اللي هو 6 ماشي. وعايز النقطه بي، عشان اوصل للنقطه بي دي كده كده على الاكس اكسس يعني الواي والزد بتوعها بزيرو، فانا همشي من الاوريجين لحد ما اوصل للنقطه بي، فانا مشيت المسافه دي بس في الاكس اللي هي 4 و0 و0. حلو، هو عايز ايه بقى؟ هو عايز الاي بي، ركز كده معايا، عايز الاي بي اللي هو بي ماينس الاي. طيب ما انا معايا البي ومعايا الاي، نعملهم ماينس بعض فيبقى 0 ماينس 4 بنيجاتيف 4 في الاكس، 4 ماينس 0 ب 4 في الواي، و6 ماينس 0 ب 6 في الزد. يبقى هو ده الاي بي فيكتور. هو بقى عايز ايه؟ عايز النورم بتاعه، يبقى نورم الاي بي فيكتور على طول من بايثاغورس. بايثاغورس للكلام ده فهو روت 4 سكوير بلس 4 سكوير بلس 6 سكوير. ومحدش يستغرب ان انا قلت 4 لان كده كده الحماره ولا بيحط نيجاتيف تحت الروت في سكوير يا صديقي كده كده هتشيلها.
يطلع الكلام ده كله بكام؟ يطلع الكلام ده كله ب 2 روت 17. يبقى النورم اللي هو عايزه ب 2 روت 17. طيب في سؤال رقم 17 وده سؤال تايم ريتس. اشمعنى؟ عرفت منين؟ بيقول لي if the point move on the curve، يعني البوينت دي بتتحرك على الكيرف بتاعي. البوينت دي كده الاكس والواي بتوعها متغيرين، هي عماله تتحرك moves on the curve. قال لي ان الاكس كوردينيت بتاعتها decreases وتخلي بالك من كلمه decreases، يعني الريت ده بالنيجاتيف، ها decreases at rate 3. فهو هنا بيديني دي اكس دي تي. طالما مساله ريت اوف تشينج يبقى دي مساله تايم ريت. بيديكريز بريت كام؟ 3. يبقى النيجاتيف 3 الدي اكس دي تي بتاعها بكام؟ بنيجاتيف 3. وقال ان الواي كوردينيت بينكريز بريت 4، فيبقى الدي واي دي تي بكام؟ ده الانكريزنج ريت بتاع الواي بكام؟ ببوزيتيف 4. Then the measure of the positive angle which the tangent to the curve at this point make with the positive direction of x-axis. خلي بالك بقى سؤال تحفة. هو عايز مين؟ عايز measure الانجل اللي التانجنت بيعملها مع الايه؟ مع البوزيتيف اكس اكسس. دايما انا لو عندي كيرف وعندي في نقطة ما تانجنت مرسوم، فالتانجنت ده بيعمل انجل بشكل معين مع الاكس اكسس. الانجل دي تان الثيتا دي هو السلوب بتاعها. السلوب بتاع مين؟ السلوب بتاع التانجنت. تان الثيتا اللي التانجنت بيعملها مع الاكس اكسس دايما بتساوي السلوب اوف تانجنت. بتساوي مين؟ السلوب اوف تانجنت. والسلوب اوف تانجنت زي ما اتعودنا هو الفيرست ديريفاتيف بتاع الفانكشن او الدي واي دي اكس. يبقى انا هنا في رحله البحث عن الدي واي دي اكس. طبعا حضرتك لو فكرت فيها مش مديك الفانكشن اصلا، هجيب الدي واي دي اكس منين؟ اقول لك بالتشين رول. ازاي؟ ما حضرتك لو عايز الدي واي دي اكس على طول التشين رول بتقول لك ايه؟ اعمل فراكشن. عايز الدي واي فوق وعايز الدي اكس تحت، وفي النص بتحط مين؟ دي الفاريبل اللي هما الاثنين مربوطين بيه. الاكس مربوطه بتي والواي مربوطه بتي، فيبقى دي واي دي تي ملتبلاي دي تي دي اكس. ركز كده معايا. يبقى انا عشان اجيب الدي واي دي اكس خلاص نعوض. دي واي دي تي معايا بكام؟ ببوزيتيف 4 مضروبه في الدي تي دي اكس، ده مقلوب الدي اكس دي تي. خلي بالك انا معايا الدي اكس دي تي بس انا عايز دي تي دي اكس، يبقى مقلوبها اللي هو كام؟ اللي هو 1 على نيجاتيف 3. يبقى في الاخر الدي واي دي اكس بكام؟ بنيجاتيف 4 اوفر 3. ده هو مين؟ هو تاني الثيتا اللي انا عايزها. يبقى اساوي الكلام ده بتاني الثيتا مع البوزيتيف اكس اكسس. فلو انا عايز الثيتا هعمل شيفت تاني للكلام ده، شيفت تاني النيجاتيف 4 اوفر 3 يديني ان الثيتا اللي انا عايزها بنيجاتيف 53 ديجري اند 13 مينت. بس ما تنساش يا صديقي ان انت دايما لما كنت بتعمل شيفت تاني يا اما كنت بتاخد الثيتا يا اما بتاخد 180 بلس الثيتا اللي طلعت. في احتمالين للتان، انا بعمل يا ثيتا يا 180 بلس الثيتا. ولو شيفت ساين، لو بعمل ساين انفرس فباخد يا اما ثيتا يا اما 180 ماينس الثيتا. لو بعمل شيفت تان يبقى يا اما ثيتا يا اما 180 بلس الثيتا. لو بعمل شيفت كوساين فيبقى يا اما ثيتا يا اما 360 ماينس الثيتا. حلو، دول الثلاث احتمالات بكتبهم عندك في الايه؟ في الورقه انت بتحل دلوقتي. فانا هعمل برده 180 بلس الثيتا اللي طلعت دي، يبقى 180 بلس الثيتا يديني كام؟ يديني also 126 degree 52 minutes. واللي نلاقيها في الانسرز ناخدها. نيجاتيف لا هي الانجل دي الصحيحه 126 طبعا. 126 يبقى حضرتك 127 على طول. ماشي؟ محدش يقول لي انا ليه ما خدتش ال 53 عشان دي بالنيجاتيف. هي نيجاتيف 53 مش 53، دي نيجاتيف 53. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب في سؤال 18 هنا يا صديقي بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انا عندي فيكتور اسمه ايه؟ فيكتور ما اسمه ايه؟ يبقى ده سؤال سوليد كده كده طالما جايب لك فيكتور اسمه ايه؟ 6 0 6 و8. ماشي؟ بيقول لي انا عايز تانجنت الانجل اللي بيعملها مع الواي اكسس. طالما انا في السوليد وذكرت لك انجل مع الاكسيز، انجل مع الاكسيز يا صديقي اكس وواي وزد، يبقى الموضوع لا يخلى من اليونت فيكتور. على طول ما تفكرش. لو انا في السوليد وطلبت الانجل مع الاكسيز يبقى انت لازم تجيب مين؟ لازم تجيب اليونت فيكتور. يبقى انا دلوقتي لازم اروح اجيب اليونت فيكتور بتاع ايه؟
هجيب اليونت فيكتور بتاع ايه؟ اليونت فيكتور بتاع ايه كان بيساوي الفيكتور ايه نفسه على النورم بتاعه، على نورم الايه. فهروح اعمل الكلام ده. يبقى كده اليونت فيكتور بتاع ايه هو عباره عن الاي فيكتور اللي هو 0 و6 و8 اوفر نورمال ايه. نورمال ايه يعني بايثاغورس للايه اللي هو روت 0 سكوير بلس 6 سكوير بلس 8 سكوير. هيطلع الكلام اللي تحت ده ب 10. فنقسم الفيكتور الاكس والواي والزد على 10، فيبقى اليونت فيكتور هو عباره عن 0 و6 اوفر 10 و8 اوفر 10. ده كده اليونت فيكتور. ماشي، استفاد ايه من اليونت فيكتور؟ اصل انت مش عارف يا صديقي، اصل اليونت فيكتور ده الاكس فيه كانت بتساوي كوساين سيتا اكس، والواي كانت بتساوي كوساين سيتا واي، والزد كانت بتساوي كوساين سيتا زد. ده اليونت فيكتور بتاعي. يبقى الرقم ده هو كوساين سيتا اكس، ده كوساين سيتا واي، ده كوساين سيتا زد. طب هو عايز ايه؟ عايز الانجل، عايز الانجل اللي بيعملها مع واي اكسس. لا نروح ناخد الرقم اللي في النص. يبقى كده كوساين سيتا واي بكام؟ كوساين سيتا واي ب 6 اوفر 10. فلو عايز تعمل او تجيب سيتا واي، سيتا واي بكام؟ بشيفت كوساين او كوساين انفرس الرقم ده اللي هو 6 اوفر 10، هيطلع معاك برقم. هو بقى مش عايز السيتا واي، هو عايز التانجنت بتاعها. يعني ايه تانجنت؟ يعني تان السيتا من الاخر. هو عايز تان سيتا واي. كلمة تانجنت هي كلمة تان. فهو من الاخر عايز تان السيتا دي اللي هتطلع معاك رقم. خد له تان بقى، خد تان السيتا واي على طول يطلع بكام؟ الكوساين ب 6 اوفر 10، فالتان بيساوي 8 اوفر 10. سوري 8 اوفر 6. يطلع معاك 8 اوفر 6 اللي هو 4 اوفر 3. يبقى كده تان السيتا اللي انا عايزها ب 4 اوفر 3. طيب ركز معايا كده بقى في السؤال ده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انا عندي الاف اوف 2x بلس 1. اف اوف مين؟ 2x بلس 1. خلي بالك ان دي كده كومبوزيت فانكشن، فلازم لما تعمل ديريفاتيف تعمل ديريفاتيف بالتشين رول. ركز معايا. ايكوال مين؟ ايكوال ساين 2x. then هو عايز الثيرد ديريفاتيف لما الاكس ب 1. الاول انا هروح اجيب له الثيرد ديريفاتيف. ثيرد ديريفاتيف يعني انا هعمل ديريفاتيف للفانكشن دي، هعمل ديريفاتيف شمال ويمين. فخلي بالك بقى وانا بعمل ديريفاتيف هنا الاف اوف اكس، دايما لو عندك اف وجواها جي اوف اكس وانت بتعمل لها ديريفاتيف ما تنساش ديريفاتيف الاف اف داش اوف اكس، ومفيش قوه في العالم بتغير الحاجه اللي جوه، تنزل زي ما هي. بس ما تنساش تضرب في الديريفاتيف بتاعها بره، تضرب بره في الجي داش اوف اكس. حلو. السؤال ده حلينا شبهه من شويه في الاسترشادي. فتعالى نعمل ديريفاتيف. يلا ديريفاتيف الاف اف داش، مفيش قوه في العالم تغير اللي جوه، يبقى اف داش اوف 2x بلس 1. وما تنساش تضرب في الديريفاتيف اللي جوه. الديريفاتيف اللي جوه كام؟ 2. اضرب في 2 ايكوال. برضه يلا الساين زيها بالظبط، ديريفاتيف الساين كوساين. ومفيش قوه في العالم تغير الانجل يبقى 2x، بس ما تنساش تضرب في ديريفاتيف الانجل اللي هو 2. حلو. هنلاقي ان احنا في الفيرست ديريفاتيف عندنا في الشمال هنا 2 وعندنا في اليمين 2، فنكنسل ال 2 مع ال 2 مش هتفرق حاجه. يبقى اتبقى لي مين؟ f dash of 2x plus 1 equal cosine 2x. يلا نكمل بنفس الاسلوب. هنجيب السكند، يبقى f double dash of مين؟ of 2x plus 1 في كام؟ في 2 برضه. ما تنساش ديريفاتيف الانجل equal مين؟ ديريفاتيف الكوساين بنيجاتيف ساين. ومفيش قوه في العالم بتقدر تغير الانجل 2x، بس ما تنساش تضرب في ديريفاتيف الانجل بره. ابوس ايدك ما تنساش تضرب في ديريفاتيف الانجل. بنفس الاسلوب زي ما عملنا في الفيرست ديريفاتيف هنكنسل ال2 مع ال2 ونكمل كمان مره عشان نجيب الثيرد ونخلص. f triple dash of مين؟ of 2x plus 1. بس ما تنساش ديريفاتيف الانجل او ديريفاتيف اللي جوه اللي هو 2. كل ده بيساوي مين؟ ديريفاتيف النيجاتيف ساين بنيجاتيف كوساين. ومفيش قوه في العالم تغير اللي جوه، يفضل 2x، بس ما تنساش تضرب في ديريفاتيف اللي جوه اللي هو 2، فبرضه يقوم متكنسل مع ده. طيب الفكره الثانيه هنا ان هو هنا عايز الاف تريبل داش اوف 1. وطالما انا قلت لك انا عايز الاف تريبل داش اوف 1، فده مش معناه ان الاكس ب 1، الاكس نوت ايكوال 1. انا عايز الفاينل اللي يبقى جوه الاف تريبل داش يبقى كام؟ يبقى 1. مين اللي جوه الاف تريبل داش؟ الكلام الجميل ده كله اللي هو 2x بلس 1. يبقى انا عايز ال 2x بلس 1 دي هي اللي تساوي 1. فلما احل المعادله دي في الاكس يطلع الاكس بكام؟ قيمتها بزيرو. انا عايزك تعوض عن الاكس بزيرو في الثيرد ديريفاتيف مش ب1. تعالى هنا، يبقى ده اف تريبل داش اوف 2 في 0 بزيرو، يتبقى ال1 اللي انا عايزها ايكوال نيجاتيف كوساين 2x والاكس بكام؟ 0. يبقى نيجاتيف كوساين 2 في 0. يبقى نيجاتيف كوساين 0 بكام؟ بنيجاتيف 1. يبقى من الاخر الاف تريبل داش اوف 1 بكام؟ بنيجاتيف 1. هو ده الحل بتاعي. يبقى الكلام ده كله بنيجاتيف 1.
تعالى بقى لسؤال 20 هنا. السؤال ده من الاسئله المهمه جدا جدا جدا، ركز فيه معايا. بيقول لي لو عندي a في e باور ثيتا e باور ثيتا i بلس b في e باور نيجاتيف ثيتا i. خلي بالك ان ده كده كومبلكس نمبر وده كده كومبلكس نمبر. حلو، يعني تعالى نسمي ده z1 كده، هو عباره عن كومبلكس نمبر a في e باور ثيتا i. الار بتاعته مين؟ الار هي دايما الكوفيشنت بتاع الاي، والثيتا بتاعته هو الرقم اللي في الباور اللي مضروب في اي. يبقى ده الار بتاعته ب a والثيتا بتاعته بثيتا. فلو انا عايز احوله الجبريك، طب اشمعنى انا هنا عايز احوله الجبريك؟ اقول لك يا صديقي لان انا عامل كومبلكس نمبر بلس كومبلكس نمبر. دايما في الاوبريشنز انت لو عامل بلس او ماينس حول الرقم بتاعك الجبريك. يعني انا عايز احوله دلوقتي الاكس وواي. من القوانين بتاعه التحويلات ان الاكس دايما بتساوي ار في كوساين الثيتا والواي بتساوي ار في ساين الثيتا. حلو، فمن هنا انا اقدر اقول ان الكومبلكس نمبر زد 1 ده هو عباره عن مين؟ ار في كوساين الثيتا وار في ساين الثيتا. يعني الاكس بتاعته هي عباره عن مين؟ a في كوساين ثيتا، والواي هي عباره عن a في ساين ثيتا. حلو، طب والكومبلكس نمبر الثاني بنفس الاسلوب. هنا بقى الار بتاعته ب والثيتا بتاعته بنيجاتيف ثيتا، لان الثيتا نيجاتيف ثيتا في الباور. فلو هجيب الاكس بتاعته، الاكس بتاعته عباره عن مين؟ ب كوساين نيجاتيف ثيتا اللي هي ار كوساين ثيتا، والواي بتاعته ب ساين نيجاتيف ثيتا. جميل؟ جميل. دلوقتي انا عندي 2 كومبلكس نمبر بلس بعض، يعني الجنب الشمال ده عندي 2 كومبلكس نمبر بلس بعض. حضرتك في الكومبلكس نمبر لما بنعملهم بلس بعض بنجمع الاكس 1 مع الاكس 2 وبنجمع الواي 1 مع الواي 2 ونحط جنبهم اي. حلو، يلا هنجمع الاكس 1 مع الاكس 2. الاكس 1 بلس الاكس 2 يبقى a كوساين ثيتا بلس b كوساين نيجاتيف ثيتا. ده كده الجزء الحقيقي، ده كده الاكس بلس اي مضروبه في مين؟ y1 بلس y2. y1 هي a ساين ثيتا بلس b ساين نيجاتيف ثيتا. ده كده الحقيقي وده الحقيقي. ركز كده معايا. كوساين نيجاتيف ثيتا دي يا صديقي هي كوساين الثيتا، لان الكوساين ايفن فانكشن فهي بتاكل النيجاتيف. الكوساين مالها؟ بتاكل النيجاتيف اللي جواها، لكن الساين لعيني ما بتقدرش. ساين نيجاتيف الثيتا بتطردها بره، بتطلع النيجاتيف بره، تبقى النيجاتيف ساين ثيتا. فانا هعمل سبستيتيوشن عشان يبقوا الانجلز اللي جوه واحده. كوساين نيجاتيف ثيتا هروح شايلها وحاطط ايه؟ كوساين ثيتا عادي، ان الاثنين زي بعض كوساين ثيتا. لكن ساين نيجاتيف ثيتا هشيلها واحط نيجاتيف ساين ثيتا. هشيلها واحط، خلي دي ساين ثيتا بس بالنيجاتيف، يبقى النيجاتيف ساين ثيتا. حلو، يبقى الاشاره دي بس هتبقى نيجاتيف. طيب وبعدين بص هنا، انا هروح واخد من هنا كوساين كومن فاكتور، يبقى كوساين ثيتا ويتبقى جوه ايه؟ a بلس b بلس i، وناخد من هنا ساين كومن فاكتور يبقى ساين ثيتا ويتبقى جوه مضروبه فيها ايه؟ a بس ماينس b، a ماينس b. جميل، ده كده الجنب الشمال ده في السمبلست فورم. قال لي الجنب الشمال ده بقى بيساوي ايه؟ بيساوي 7 كوساين ثيتا في الحقيقي ونيجاتيف i ساين ثيتا. الكلام ده كله بيساوي كام؟ 7 كوساين ثيتا ماينس i ساين ثيتا. من الاخر كده يا صديقي، دايما لما يبقى عندي كومبلكس نمبر بيساوي كومبلكس نمبر، ساوي الجزء الحقيقي اللي هو ما فيهوش اي شمال بالجزء الحقيقي اللي هو ما فيهوش اي يمين. يبقى كده يا صديقي انا عارف ان كوساين ثيتا في a بلس b ايكوال 7 في كوساين ثيتا. فمن الاخر كوساين ثيتا وكوساين ثيتا ما لهمش علاقه ببعض، يبقى الكوفيشنتس بيساووا بعض. يبقى ال a بلس b بكام؟ ال a بلس b بيساوي 7. والناحيه الثانيه نفس الكلام، هساوي الجزء الخيالي بالجزء الخيالي. فمن الاخر a ماينس b هيساوي نيجاتيف 1. انا بساوي الكوفيشنت بالكوفيشنت، عندك i ساين و i ساين، يتبقى هنا نيجاتيف 1 ويتبقى هنا a ماينس b، يبقى a ماينس b بكام؟ بنيجاتيف 1. معاك معادلتين في مجهولين تحلهم مع بعض على الكالكوليتور دلوقتي. مود 5 بس كام؟ 1. وندخل الكوفيشنتس. هنا كوفيشنت ال a كام؟ 1، كوفيشنت ال b 1، والفري تيرم ب 7.
طب وفي الايكويشن الثانيه كوفيشنت الاي 1 كوفيشنت البي نيجاتيف 1 والفري تيرم بكام؟ بنيجاتيف 1. دوس ايكوال، يطلع من هنا الاي ب 3 والبي ب 4. يطلع لي الاي تطلع ببوزيتيف 3 والبي ببوزيتيف 4. نطلع فوق نشوف الكلام ده. هو عايز مين؟ هو عايز يضرب الاي في البي، يعني 12 من الاخر. 3 في 4 بكام؟ ب 12. طيب ركز معايا بقى في السؤال ده عشان مهم جدا وخطير. فكره الايه؟ فكره البيس وايز فانكشن. خلي بالك بس هنا كده، ابعد دي عن دي كده وابعد دي عن دي كده. اوكي بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي انا عندي بيس وايز فانكشن بالشكل ده. الفانكشن بتاعتي معرفه. شكل الفانكشن هو ده لما اكس اقل من 0، وشكل الفانكشن هو ده لما اكس اكبر من 0. وعايز المونوتوني. اول لما اقول لك المونوتوني يعني انا عايز الاثنين انترفلز بتاعه الانكريزنج والديكريزنج. عايز الانكريزنج والديكريزنج انترفلز. يبقى ده سواء البيهيفير. يبقى انا لما كنت بعوز الانكريزنج والديكريزنج كنت بروح على طول اجيب الفيرست ديريفاتيف للفانكشن بتاعتي. وعشان هي بيس وايز فالفيرست ديريفاتيف برضه هيبقى بيس وايز. هعمل ديريفاتيف للي فوق لوحده في نفس الفتره بتاعته، والديريفاتيف للي تحت لوحده في نفس الفتره بتاعته. عادي جدا. تعالى بينا نشوف. هعمل ديريفاتيف للكلام ده. ديريفاتيف اكس سكوير ماينس 4 اكس ب 2 اكس ماينس 4. ده في انهي فتره؟ ده لما اكس ليس ذان 0. وديريفاتيف اللي تحت 5 0 والنيجاتيف اكس بار 3 بالنيجاتيف 3 اكس بار 2 والاكس الديريفاتيف بتاعها 1. كل ده امتى؟ لما اكس جريتر ذان الزيرو. نشيل الايكوال عشان انا مش متاكد هي ديفرنشابل ولا لا. حلو. وكنت بروح اكشف على اشاره الفيرست ديريفاتيف، بس ابوس ايدك كده كده في رقم لازم اشك فيه واحطه على خط الاعداد. لازم وحتما ولا بد اشك في الزيرو واحطها على خط الاعداد. اشمعنى؟ اصلا انا اتغيرت عندها، ودايما البوينت اللي انا اتغيرت عندها محل شك، كريتيكال بوينت، لو هي موجوده جوه الدومين. وهنا الزيرو موجوده جوه الدومين. خلاص يبقى انا خط الاعداد دلوقتي من قبل ما اكشف انا هحط الزيرو عليه. ماشي؟ هو من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي لان الدومين ار. طيب وبعدين تعالى بقى يا باشا نكشف. اكشف على الاشاره اللي فوق لوحدها واكشف على الاشاره اللي تحت لوحدها. نقسم الصفحه نصين. الاول نكشف على اشارتها، يعني نساويها الاول بزيرو. يبقى هنساوي 2x minus 4 equal 0. فمن هنا الاكس هتطلع بكام؟ الاكس هتطلع ب 2. وهنساوي النيجاتيف 3x سكوير بلس 1 equal 0. فمن هنا الاكس هتطلع ببوزيتيف اور نيجاتيف 1 على روت 3. ركز معايا. مش معنى ان الاكسات الثلاثه دول طلعوا من الديريفاتيف ان انا اروح احطهم على خط الاعداد على طول زي الحمار. لا. اولا يا صديقي الاكس اللي ب 2 دي طلعت من الديفينيشن ده اللي هو 2x minus 4. تعريف الديفينيشن ده اللي هو 2x minus 4 الشرط بتاعه ان لازم الاكس تكون less than 0، يعني لازم تكون ارقام نيجاتيف. الاكس اللي ب 2 دي اللي طلعت رقم نيجاتيف، لا يبقى خلاص هرفيوزها، دي مش معايا اصلا. لكن تعالى هنا انا عندي اكس ب 1 على روت 3 واكس بنيجاتيف 1 على روت 3. حلو. هنا دول انا جايبهم من الديفينيشن ده اللي هو نيجاتيف 3x بلس نيجاتيف 3x سكوير بلس 1، اللي الشرط بتاعها ان الاكس لازم تكون ايه؟ جريتر ذان 0، يعني لازم تكون ارقام بوزيتيف. فعشان كده هروح ارفض النيجاتيف 1 على روت 3 واخد ال1 على روت 3 بس كرقم احطه على خط الاعداد. فلازم تخلي بالك من الكلام ده. طيب وبعدين يا صديقي هرجع بقى ايه؟ اعوض في الفانكشن. بس انا بعوض فين؟ بعوض في اللي انا سويتها بزيرو. ايوه يعني اعوض فوق ولا تحت؟ ركز. هتعوض برقم قبل الزيرو. اختار رقم، مثلا هختار نيجاتيف 2. الفكره ان النيجاتيف 2 دي لما تيجي تعوض بيها انت لازم تشوف الشرط بتاعها هي موجوده فين. النيجاتيف 2 دي رقم اقل من زيرو، يبقى تروح تعوض في الديفينيشن اللي فوق اللي فيه الاكس اقل من زيرو. فعوض هنا بنيجاتيف 2 هيطلع ارقام بالنيجاتيف، سوري ارقام بالنيجاتيف مش بالبوزيتيف. طيب اختار رقم من 0 ل 1 اوفر روت 3. اقول 0.1 مثلا. 0.1 دي كرقم هي رقم اكبر من 0، رقم بوزيتيف. يعني بقى حضرتك تروح تعوض فيها فين؟ في الديفينيشن اللي الاكس فيه اكبر من 0 اللي هو مين؟ اللي فوق ده. فاعوض برقم هنا في الديفينيشن ده هتطلع ارقام بالنيجاتيف، رقم بالنيجاتيف لما اعوض ب 0.1. واختار رقم بعد ال1 على روت 3 مثلا 2. ستيل برضو انا لسه في الفتره دي فاعوض بيها هنا، اعوض بال2 هنا هيديني رقم بالايه؟ حاسس في حاجه غلط. ثانيه. هنعوض نيجاتيف 3 في
0.1 all square plus 1 يديني قيمه بالبوزيتيف. الفتره اللي في النص دي هي بوزيتيف، انا اسف دي بوزيتيف. بعد الروت 3 هعوض بال2 هنا مثلا هديني قيمه بالنيجاتيف. حلو، يبقى انا كده قدرت اعرف اشاره خط الاعداد بتاعي. هو عايز ايه بقى؟ المونوتون، يعني عايز الانكريزنج والديكريزنج. فانا اقول له ان الفانكشن بتاعتي بتنكريز من كام لكام؟ بتنكريز في الفتره دي بس، اللي هي من اول الزيرو لحد ال1 على روت 3، ده الانكريزنج. والديكريزنج فترتين، من نيجاتيف انفينيتي لحد زيرو اوبن، يونيون من 1 على روت 3 لحد الانفينيتي. تعال نشوف ده الكلام ده موجود فين. هتلاقي ان الانسر ايه؟ increasing من 0 ل 1 over root 3 و decreasing من نيجاتيف انفينيتي ل 0 وكمان من 1 على روت 3 لانفينيتي. يبقى الانسر بتاعتك ايه على طول. طيب في السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي في 22 the greatest coefficient. انت عارف طبعا ان ال greatest coefficient اولا عشان coefficient فانا هعوض عن الاكس قيمه الاكس ب1، عشان اولا اول ما بيذكر coefficient بعوض عن قيمه الاكس ب1. بيقول لي the greatest coefficient in the expansion دي is the coefficient of the 12th term. ده معناه ان التي 12 ده الكوفيشنت بتاعه هو اكبر واحد فيهم كلهم. فانا عارف يا صديقي ان دايما في موضوع الجريتست ترم ده ان انا بقسم الترم على اللي قبله، التي 12 على التي 11 على اللي قبله. ده لازم يديك فاليو ايه؟ اكبر من واحد، اكبر من او بتساوي الواحد. لان ايه؟ لان بكل بساطه هنا بس الحته دي مش ظاهره، تعالى كده، ايوه كده. لان بكل بساطه يا صديقي ده الكبير، فلما تقسم رقم كبير على رقم اصغر منه يديك فاليو اكبر من واحد كفاليو. ماشي، هنفك الكلام ده بالريشيو. الريشيو بتقول لك ايه؟ ده التي 12 على التي 11 عشان دول كونسيكيوتيف على طول. الريشيو بتقول لك اضرب فراكشن في فراكشن. ها، الباور بلس واحد، الباور اللي هو 22 بلس واحد يبقى 23، ماينس ترتيب اللي تحت يبقى ماينس 11 على ترتيب اللي تحت اللي هو 11 في مين؟ في ابسوليوت. في الجريتست ترم بحط ابسوليوت. في ابسوليوت مين؟ ابسوليوت الثاني على الاول، يبقى ابسوليوت اكس على ايه؟ والاكس بكام؟ الاكس ب1، خلاص يبقى ابسوليوت 1 على ايه؟ كل الكلام ده كفاليو هو greater than or equal كام؟ greater than or equal 1. احسب لي القيمة دي. 23 minus 11 على 11، 23 minus 11 divided 11 يديني 12 over 11. يبقى 12 over 11 في absolute 1 over a. الكلام ده كله ماله؟ greater than or equal 1. وودي ده هناك بالديفايدد يبقى absolute 1 over a مالها؟ greater than or equal. لما اودي ده هناك بالديفايدد هتبقى 11 over 12 هناك. هو هنا 12 over 11، هنروح هناك 11 over 12. ركز كده معايا. انا دلوقتي مش عاجبني ال1 over a. هو اصلا بيسالني الاي بتبيلونج لمين؟ الاي بتبيلونج لايه؟ لمين فيهم؟ وكمان قال لي حاجه، الاي دي رقم كرقم هو بوزيتيف، بتبيلونج للار بوزيتيف. ماشي، فانا ممكن ارفض دي اصلا دلوقتي. هو بيسالني الاي سوري، الاي بتبيلونج لايه؟ انا عايز الايه، فانا مش عاجبني ال1 اوفر ايه، انا هقلبها. بس في حاجه، انت دايما لو حاجتين بيغيروا العلامه بيقلبوها. هي دلوقتي جريتر ذان اور ايكوال، يحولوها ليس ذان اور ايكوال، حاجه من الاثنين. لو حضرتك قلبت، لو جبت ريسيبروكال، يعني بدل ما هي اكس اوفر واي خليتها واي اوفر اكس، ولو ضربت في نيجاتيف، يبقى حاجتين بيغيروا الايه العلامه يقلبوها. خلاص انا هقلب واغير العلامه، فيبقى ابسوليوت الايه ماله؟ ليس ذان بقى، ليس ذان اور ايكوال كام؟ 12 اوفر 11. طيب دي انيكواليتي وخدنا حلها في ثانيه ثانوي. ازاي؟ لما تكون عايز تفك الانيكواليتي دي اقسم الصفحه نصين. خد الكلام ده كله زي ما هو من غير الابسوليوت، هيبقى الايه ليس ذان اور ايكوال 12 اوفر 11. وخد الكلام ده زي ما هو، بس اضرب ده في نيجاتيف واعكس الاشاره. انت كده كده لما بتضرب في نيجاتيف بتعكس الاشاره، فيبقى ساعتها الايه greater than بقى or equal negative 12 over 11. حلو، يبقى الايه less than or equal 12 over 11 و greater than or equal negative 12 over 11. جميل جميل. طيب ده الجزء الاول. فانا لو رسمت ده على خط اعداد دلوقتي، تعالى كده نبص.
هرسم خط اعداد كده واحطه هنا. تعال نقول ان ده ال 12 اوفر 11، 12 اوفر 11 هنا، ودي مين؟ ودي النيجاتيف 12 اوفر 11. تعال نشوف انا واقع فين، يعني الايه موجوده فين. الايه اقل من 12 اوفر 11، اقل منها يعني انت شمال كده يعني. وفي نفس الوقت لازم تكون اكبر من نيجاتيف 12 اوفر 11، لازم تكون اكبر من نيجاتيف 12 اوفر 11، يعني انت يمين كده. يعني انت بتقع في المسافه اللي ايه، في النص ما بين. حلو، من نيجاتيف 12 اوفر 11 ل 12 اوفر 11. بس خلي بالك الكلام ده كله مش كفايه. اشمعنى؟ اصلا انا ما كنتش دايما بكتفي بدي بس، انا دايما في الجريتست ترم دي كنت بعمل ايه؟ كنت بقسم الترم على اللي قبله وبقسمه على اللي بعده عشان احقق الشرط ان هو جريتست يعني، لان كده انا ما ضمنتش ان اللي بعده كمان اقل منه. وانا لو قسمت ال 13 على ال 12 ده يديني فاليو less than or equal 1. ليه؟ لان الجريتست او الكبير فيهم هو اللي تحت، فلازم انا احقق كمان الانيكواليتي دي، فهفك دي برضو بالريشيو. يلا كل ده ماله greater than or equal 1، هفك بالريشيو يبقى الباور بلس 1 برضو يبقى 23 ماينس ترتيب اللي تحت اللي هو 12 على ترتيب اللي تحت اللي هو 12 في مين؟ في ابسوليوت برضو الثاني على الاول اللي هو 1 اوفر ايه، نفس اللي عملنا هنا. حلو، بس هيختلف ايه؟ هيختلف الار، هنا كنت قاسم على تي 12، هنا قاسم على تي 11. طيب الكلام ده لما احسبه دلوقتي على الكالكوليتر هيديني 11 اوفر 12 في ابسوليوت 1 اوفر ايه. هنكرر نفس الكلام، اقل من او بيساوي كام؟ ال1. احنا ممكن نقلب دلوقتي في الناحيتين على طول ونقلب الاشاره، فدي تبقى 12 اوفر 11 في ابسوليوت الايه جريتر ذان بقى اور ايكوال ال1. على طول لو قلبت اقلب الايه العلامه، وادي ده كله هناك بالديفايدد، يبقى ابسوليوت الايه ماله جريتر ذان اور ايكوال، لما يروح هناك بالديفايدد هيبقى 11 اوفر 12. فهنفكها بنفس الطريقه برضو، مره نفكها زي ما هي كده يبقى الايه جريتر ذان اور ايكوال 11 اوفر 12، ومره نفكها نحطها زي ما هي بس نقلب الاشاره ونضرب في نيجاتيف يبقى ليس ذان نيجاتيف 11 اوفر 12. وتعالى نحط نفس الكلام ده على نفس خط الاعداد. ال 11 اوفر 12 دي هي رقم هنا، ده ال 11 اوفر 12 اقل من ال 12 اوفر 11 اكيد، والنيجاتيف 11 اوفر 12 هو رقم هنا، ده النيجاتيف 11 اوفر 12. حلو حلو، بص بقى يا باشا، الايه اكبر من ال 11 اوفر 12، اكبر منه يعني انت يمين كده ماشي، يمين ماشي في الحته دي كده، والايه اقل من النيجاتيف 11 اوفر 12، اقل منه، يبقى انت شمال كده، انت ماشي في الحته دي. انت عايز مين؟ عايز الانترسكشن. الانترسكشن ما بين الحالتين اللي يرضي الاثنين، الانترسكشن ما بين الحالتين هي الفتره دي والفتره دي. بس خلي بالك بقى، نرجع لاصل السؤال كده، هتلاقيه بيقول لك ان الايه مالها، الايه بوزيتيف، بتبيلونج للار بوزيتيف، للريال نمبر البوزيتيف. فالفتره الوحيده اللي هتحقق الكلام ده هي الفتره دي بس، لان الفتره دي نيجاتيف اصلا كلها. يبقى الايه كده يا صديقي بتبيلونج في الفتره من كام لكام؟ من 11 اوفر 12 لحد 12 اوفر 11. هو المفروض يبقوا كلوزد يعني، بس هو حاطط لك كل الانترفالز اوبن، فما فيش مشكله يعني. اوبن انترفال من 11 اوفر 12 ل 12 اوفر 11، يبقى الانسر بتاعتك دي. ده سؤال حقيقي صعب. تعالى الاول سؤال اسئله هنا بيقول لي ايه؟ انا عايز الفوليوم اوف ذا solid generated by revolving the region bounded by الكيرف ده and the two positive parts of the coordinate axes. ركز كده معايا، انا اصلا لو رسمت الكيرف ده، انا عارف انك ممكن تكون مش عارف ايه رسمته، بس اديك بتتعرض لرسمته اهو عشان لو جالك حاجه زي دايما رسمه النيجاتيف اكس سكوير هي حرف يو بصه لتحت، وده بيبقى الانترسكشن مع واي اكسس. فده هو رسمه الكيرف اللي عندي ده، وبينترسكت الواي اكسس عند الفوق. حلو، دي رسمه الكيرف. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز الفوليوم جنريتد باي ريفولفينج الريجن باوندد باي الكيرف ده، المسافه او الحته اللي محصوره ما بين الكيرف ده والبوزيتيف بارتس، ما قاليش اي بارتس، البوزيتيف بارتس اوف ذا كوردينيت اكسيس، يعني الاكس والواي اكسس، يعني الريجن اللي محصوره ما بين البوزيتيف اكس اكسس والبوزيتيف واي اكسس والكيرف. فين الريجن دي؟ الريجن دي كده، الحته دي كده. هو عايز يلف في الحته دي. حلو حلو، a complete revolution about x axis. طالما عايز فوليوم يا صديقي، فكده كده الفوليوم هو بيتحسب بالديفينيت انتجريشن. طالما فوليوم مع اكس اكسس، ديفينيت انتجريشن لمين؟ طالما فوليوم يبقى احط بره باي واحط جوه معادله الكيرف، بس معادله الكيرف سكوير. ده الفرق ما بين الايه؟ الفوليوم والاريا. بس لازم لي حدود من A ل B،
فركز كده معايا، انا كده كده الفوليوم هحسبه ان هو الديفينيت انتجريشن باي مضروبه في مين؟ في الديفينيت انتجريشن بتاع الفانكشن، بس الفانكشن سكوير اللي هي نيجاتيف 4 اكس سكوير اول باور 2 من كام لكام؟ من A ل B. الفكره دلوقتي ان احنا عايزين نجيب الفاليو بتاعت ال A والفاليو بتاعت ال B. طيب الفاليو بتاعت ال A وال B هجيبهم منين؟ البدايه والنهايه بتاعت الاريا دي منين؟ الاريا دي او الشكل ده او الريجون دي بتبتدي من عند الزيرو لحد النقطه دي. طب النقطه دي انا هجيبها منين؟ ما هي النقطه دي يا صديقي هي البوينت بتاعت الانترسكشن بتاعت الكيرف مع الاكس اكسس، واي بوينت اوف انترسكشن مع اكس اكسس يبقى الواي فيها بكام؟ يبقى الواي عندها بزيرو. يبقى انا اروح امسك الكيرف اللي هو 4 ماينس اكس سكوير اساوي الواي بتاعته بكام؟ بزيرو، عشان اقدر اجيب الاكسات. هيطلع معايا اكستين، هتطلع من هنا اكس بوزيتيف اور نيجاتيف 2. الاكس اللي بوزيتيف اور نيجاتيف 2 انا عايز الاكسايه دي طبعا. الاكس اللي بنيجاتيف 2 هنا بقى انا عايز دي اللي هي كام؟ بوزيتيف 2. يبقى الحدود بتاعتك من 0 ل 2. بس خلي بالك بقى في حاجه مهمه جدا. لو السؤال بتاعك مقالي وانت بتحل مساله ديفينيت انتجريشن ما ينفعش تكتبها له على الكالكوليتر، لازم تحلها مانيوال. طب انا هحل سؤال زي ده مانيوال ازاي؟ اعمل الانتجريشن وبعد كده عوض بالحدود. ازاي يعني؟ هعمل الانتجريشن بايدي دلوقتي، بس ده براكت عليه باور، اللي بره مش ديريفاتيف اللي جوه، بس ده براكت باور 2، فانا اقدر افك البراكت. فاللي جوه ده ممكن افكه على انه براكت باور 2، يبقى 4 باور 2 ب 16 بلس الثاني باور 2 نيجاتيف اكس اول باور 2 يبقى بلس اكس باور 4 بلس 2 في الفيرست في السكند 2 في 4 ب 8 في نيجاتيف اكس سكوير بنيجاتيف 8 اكس سكوير. ده كده اللي جوه، انا لسه ما عملتلوش انتجريشن. اعمل له بقى انتجريشن. طيب ال 16 ده كونستانت هلزق فيه اكس يبقى 16 اكس. اكس بار 4 هتبقى بلس 1 اوفر 4 سوري 1 اوفر 5 اكس بار 5 نيجاتيف 8 اكس سكوير هزود البار 1 يبقى اكس بار 3 واقسم على البار الجديد يبقى نيجاتيف 8 اوفر 3 اكس بار 3. والحدود بتاعتي من كام لكام؟ من 0 ل 2. فاروح اعوض هنا بالطول الاول في كل ده، اعوض هنا بالاكس ب 2. لما نيجي نعوض بالاكس ب 2 هنا لحظه واحده، لما اجي اعوض هنا بالاكس 2 حضرتك هتكتب له كده في الحل، تكتب له الكلام ده كده، كل الكلام ده تكتبه له، تقول له 16 في 2 بلس 1 اوفر 5 في 2 باور 5 ماينس 8 اوفر 3 في 2 باور 3. عوض في ده كله ب 2، هيطلع الكلام ده كله بكام؟ ب 2 5 6 اوفر 15. وبعد كده تعوض بزيرو. لما تعوض بزيرو هيديك زيرو اصلا، تعوض هنا في زيرو هيديك زيرو. المفروض تعمل بقى الرقم ده ماينس الرقم ده فهيديك نفس الرقم ده تاني. حلو، اي حاجه ماينس زيرو بتديك نفس الحاجه. وفي هنا بره في باي ما تنساهاش. يبقى كده الفوليوم يا صديقي طلع بكام؟ ب 2 5 6 اوفر 15. حط جنبها ايه؟ باي. وعايز تتاكد انت طلعت الرقم صح ولا غلط، اعملها انت لوحدك على الكالكوليتر شوف طلعت نفس الرقم ولا لا. طيب في question 24 ده بيقول لي put the number z in the trigonometric form. اولا عشان احطه في التريجونومتريك فورم هو النمبر z هو عباره عن ايه؟ عباره عن 8 over 1 plus root 3i. انا عشان احوله تريجونومتريك فورم ممكن اعمل كده، اجيب الكالكوليتر واروح عامل له مود كومبلكس واكتب له الرقم زد ده كله على الكالكوليتر. هو عباره عن 8 اوفر 1 بلس روت 3 اي. حلو، وادوس ايكوال. اداهولي الجبريك، الشكل ده الجبريك، ادوس شيفت 2 3 عشان يجيب لي الار والثيتا. هيبقى الار بتاعته بكام؟ الار بتاعته ب 4 والثيتا بتاعته تقريبا كانت بنيجاتيف 60. تعالى نتاكد، 4 ونيجاتيف 60. جميل، يبقى انا معايا الار والثيتا. فانت المفروض دلوقتي تروح تقول له ان الزد بتساوي مين؟ هي عباره عن ار وتفتح براكت كوساين ثيتا بلس اي ساين ثيتا. حلو، وتكتب له الزد 4 في مين؟ في كوساين نيجاتيف 60 بلس اي ساين نيجاتيف 60، وممكن تحطها بالراديان ديجري او راديان مش هتفرق. ماشي، ده كده التريك فورم. بس الحقيقه ان هو ممكن ينقصك عليه. ليه؟ عشان ده مقالي. فحل زي ده دايما لما تلاقي اي تريج او سوري لازم تحلها بايدك مانوال قدامه. فلما تلاقي اي شكل زي ده او عباره عن فراكشن هتروح حضرتك ضارب فوق وتحت في كام؟ ضارب فوق وتحت في كونجكت اللي تحت، يعني هتضرب فوق وتحت في 1 ماينس روت 3 اي وتحت في 1 ماينس روت 3 اي. ده دايما في اي رقم كومبلكس عباره عن فراكشن اضرب فوق وتحت في كونجكت اللي تحت. واكتب له كده يعني ليسها له، اكتب له ان ده سوا مين؟ سوا الكلام ده. حلو، عامل الانسر سوا الكلام ده اللي هو 2 ماينس 2 روت 3 اي. 2 ماينس 2 روت 3 اي.
وهتقول له بقى انا عشان اجيب الار هو عباره عن روت الاكس سكوير بلس الواي سكوير، عشان اجيب تان ثيتا، تان ثيتا هي عباره عن مين؟ واي على اكس، وبعد كده اقول له ايه؟ ان الار ب 4 والثيتا بنيجاتيف 60. حلو؟ كانك جبت له الار والثيتا، بس اكتب له الشكل ده انك حولته الجبريك، واكتب له القانون بتاع الار والقانون بتاع الثيتا. ماشي؟ ماشي. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز بعد كده التو سكوير روتس اوف زد، عايز السكوير روتس اوف الزد، يعني هو عايز ياخد سكوير روت للزد. زي ما انت عارف ان السكوير روتس ما لهمش احتمال واحد، دول ليهم كذا احتمال، هيبقوا ليهم 2 سكوير روتس، زد 1 وزد 2. طيب السكوير روتس بتوع زد لو حضرتك فاكر اللي بيحصل على الزد بيحصل على الار، فانا هاخد سكوير روت للار، سكوير روت لل4، ده الار بتاعت الاولاني، والار بتاعت الثاني برضو سكوير روت لل4. انا كده جبت الار. طب والثيتا؟ الثيتا مره بقسمها على الروت، يعني مره اقسمها على 2، ومره الثيتا اجمع عليها 360 واقسمها على الروت اللي هو 2. حلو؟ فلما اقسم الثيتا على الروت يبقى نيجاتيف 60 على 2 بنيجاتيف 30، ولما امسك الثيتا اجمع عليها اللي هي نيجاتيف 60 اجمع عليها 360 تبقى 300 على 2 تبقى 150 ديجري. يبقى الار الاولى ب 2 والثيتا بنيجاتيف 30، والار الثانيه ب 2 والثيتا ب 150. هو عايزهم في انهي فورم بقى؟ عايزهم في الاويلر فورم. يبقى لازم اكتبها في زد ايكوال ار في اي باور ثيتا، بس ثيتا بالراديان، واحط جنبها اي. طيب زد 1 هي عباره عن مين؟ الار بتاعتها بكام؟ ب 2 في اي باور ثيتا، ودي ثيتا بالديجري، حولها الراديان هتبقى نيجاتيف باي اوفر 6 اي. طب وزد 2 نفس الكلام، 2 في اي باور ثيتا دي حولها لراديان، هتقسمها على 180، 150 على 180 بكام؟ ب 5 باي اوفر 6، 5 باي اوفر 6، وحط جنبها اي. يبقى كده حضرتك جبت له التو سكوير روتس بتوعك على الشكل الاويلر فورم. وبكده نكون خلصنا الامتحان الثاني. ربنا معاكم يا شباب.